بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعين خالد عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. رمضان كريم هو غادي، الله ينفعنا بالاجر ديالو. بعض الناس اتصلوا بيا تيقول لي ودي زيد عطينا توضيحات على داك الكلام اللي قلتي على الضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس. قال لي هضرتي على لا سي ان اس اس، زيد وضح لنا اكثر. وهنا غنقول كما سبق لي قلت بان الحرفيين والمهنيين اليوم ولا عندهم حق في التغطيه الصحيه، ولا عندهم حق تسجيل في الضمان الاجتماعي في لا سي ان اس اس، حيت هي الكلمه اللي معروفه به هي لا سي ان اس اس. غنبقى نهضر لكم على نقول لا سي ان اس اس. لا سي ان اس اس اليوم راه الحرفيين والمهنيين اللي عنده شي حرفه واللي عنده شي مهنه. غنذكر لكم بعض منهم هما كثار. عندك النجار، عندك الحداد، عندك العامل، عندك الفلاح، عندك الطبيب، عندك السباغ اللي عنده حرفه سباغ. اي واحد عنده حرفه. الصناعه التقليديه بمختلف الشعاب ديالها، بخلاف الموظفين. راه الموظفين عندهم لا ميتوال ديالهم باش يستافدوا من التغطيه الصحيه، باش يتسجلوا في لا سي ان اس اس الضمان الاجتماعي، باش يتسجلوا، باش يولي عندهم حق حتى هما الى مرضوا وشراو دازوا عند الطبيب وشراو الدواء وداروا التحاليل وداكشي، يحطوا حتى هما ان دوسي ديالهم باش ترجع لهم فلوس اللي تيرجع الضمان الاجتماعي. هذا التسجيل في الضمان الاجتماعي بالنسبه لهاد الحرفيين والمهنيين اللي ذكرت هما كثر، اللي عنده حرفه كاع اللي عنده حرفه، راه في المكاتب ديال الضمان الاجتماعي يمكن ليه يمشي ويتسجل. ربما دوك المكاتب ما يكونوا شايف واحد المدينه صغيره مثلا او بعاد، يمكن الا مشيتي غتلقى مثلا الزحام بزاف ديال الناس. راه كاين اليوم الوكالات ديال كاش بلوس اللي هي فيها التحويلات وتنخلصوا فيها ضربه السياره وتنقلوا فيها التحويلات ديال الاموال او تنستلموا الاموال تجينا من برا. يمكن لهاد الحرفيين اللي ذكرنا وهاد المهنيين كاملين يمكن لك تمشي تسجل في كاش بلوس. الا كان واحد القضيه وحده بالنسبه لجميع المكاتب ديال كاش بلوس يمكن لك تسجل. اما بالنسبه باش تحط له دوسي ديالك، باش تيبوزي الدوسي ديالك ديال المرض ديالك، تسالي مع الطبيب وتسالي التحاليل وتسالي داكشي وتجي تجيب لهم تخلص داكشي وتجي باش تحط الدوسي ديالك باش يرجعوك فلوس، يمكن لك تحطو حتى هو في كاش بليس في واحد الوكالات داروهم خاصين، راه مكتوب فيهم معتمد. راه ديال في كاش بليس تمشيو قدام المحل ديال كاش بليس تلقاو في الباب واحد البلاكه زرقاء مكتوب فيها بانه مكتب معتمد، وكاله معتمده بالزرق. راه بلاكه زرقاء معتمد، صافي ديال هذوك ماشي غير تيسجلوا عندهم الضمان الاجتماعي، لا تحط عندهم الدوسي. اي الدوسي نحطوا عند اللي عندهم بلاكه زرقاء. يمكن لكم تعاودوا تاكدوا من الناس ديال كاش بليس تمشيو عندهم، يقول لك راه كاينه هنا او كاينه هنا او كاينه هنا، يوضحوا لكم اكثر. نتمنى من الله هذه التغطيه الصحيه تعم جميع الحرفيين وجميع المغاربه، لانه راه تعرفوا المصاريف ديال الدواء وديال التحاليل وديال فيها فلوس بزاف وبزاف الناس مساكن ما تيردوا لهم والو، تيردوا حتى شي حاجه. واليوم الوقت والزمان ما عرفنا الدنيا تجيب حادثه عرضيه، الواحد يطيح في الخدمه ديالو، واحد يوقع عليه شي مرض الله يستر ويمشي يطلب تحاليل، يطلب ادويه، يطلب راديونات. الواحد اللهم يغتنم الفرصه بالنسبه للحرفيين والمهنيين باش تسجلوا في الضمان الاجتماعي. تسجلوا في الضمان الاجتماعي، مكاتب الضمان الاجتماعي اذا كانوا بعاد منكم ولا ماشي حداكم ولا كان لقيتوا زحام ولا شي حاجه، شوفوا كاش بليس راه ما تيقوموا بنفس المهمه. ونبداو في الحلقه ديالنا اليوم. هذه الحلقه هذه وأنا صايم، رغم فإنني صايم والله العظيم. واحد هضروا عليها ناس بزاف، هذه القضية نعاود لكم، هضروا عليها ناس بزاف، تكلموا عليها ناس بزاف، وشي وحدين داروها في شي قنوات. ولكن هذه الجريمة هذه أنا هو من الشهود الشاهد عليها، والشاهد كيفاش وقعت وعرفتها وما تفاجأتش لما وقعت. عرفتها غتوقع، عرفتي حاجه غتوقع من داك السيد اللي دار الجريمه، عرفتها والله شاهد علي عرفتها. وسمعت ناس تيهضروا عليها ما عارفينش، غير تيعمروا، غير تيبغيو يهضروا في شي قضيه، يبقاو يهضروا على الجريمه وبانهم تعرفوا الجريمه وتعرفوا قضايا ديال شي جرائم وهم تعرفوا والو. كنت خدام في بن القصيري، انا كنت خدام في مدينه صفرو، ومن بعد انتقلت لمدينه فاس، وكانت عندي الخدمه ما بين فاس وصفرو واحد الوقت.
ربما البوصيري يشوفها غريبة، أنه كنت خدام في صفرو وعطيت في الخدمة ديالي، عطيت لاطاك في الخدمة ديالي. السيد الوالي ديال فاس ولي الأمن ديك الساعة ممكن هو راه مطلع على كل شيء، واحد الوقت قال لي بقى تجي دير لنا حملات مع الإخوان في واحد المرة في الأسبوع ولا مرتين. عرفت فاس مزيان، عرفت الخدمة ديال فاس كيفاش ديرها، وعرفت ديال صفرو كيفاش ديرها، وأنا درت في 7 المدن كما قلت لكم ديما اللي خدمت فيهم. وجيت للبلقصيري، ولما جيت للبلقصيري جيت كضابط ممتاز. هنا وصلت لديك المدينة الصغيرة، وهذيك المدينة عندها واحد القرية تما، عندي واحد العائلة الوالدة تما. وبكري كنت تنجي أنا للبلقصيري، وحتى فاش وليت بوليسي تنجي تنشوف ديك المدينة صغيرة ومقادة، وتنقول نتمنى نخدم فيها. والله شاهد تمنيت نخدم فيها واحد الوقت، واحد النهار لقيت راسي فيها جيت ليها. لما جيت ليها تما تكلفت بواحد الدائرة اللي بجنب المارشي، الدائرة الأولى تعرفوها الناس ديال بلقصيري. وهادشي تنعاود لكم لأنه الناس اليوم ديال بلقصيري اللي تنحييهم هذا المنبر، جميع صحابي اللي في بلقصيري، لا شرطيين ولا مواطنين اللي كنت عزيز عندهم كانوا عزيز عندي، راهم تيشهدوا على هذا الكلام اللي تنقول. إذ ما شي الواحد يزيد شي حاجة واخرين غادي يغوتوا بحال شي واحد في البيت يقول لك مالك. جيت خدمت في خدمة ودرت رئيس ديال الدائرة الثانية، أولا الثانية اللي هي في المسيرة، وبقيت رئيس خدمت فيها، ومن بعد وليت رئيس ديالها خدمت فيها. كان رئيس ديالها واحد عميد صديق ديالي السي دردور الله يطول عمره خلي وليداته. ومن بعد وليت أنا اللي في ديك الدائرة، ومن بعد انتقلت جيت للدائرة الأولى اللي وسط المدينة، بقيت في الدائرة الأولى. وقع واحد الخصاص قدره الله وما كاينلاش نعاودو، الخصاص ديال الضباط وديال المسؤولين. تعينت انا رئيس الدائره الاولى، تعينت انا المسؤول على لا سيركيلاسيون، على المرور. كان ذاك الوقت تعطات المرور، ما بقات شايف في الهيئه الحضريه، تعطات لي زو بي جي الضابطه القضائيه، كانوا ولاو دي كوميسير هما اللي مكلفين ودي كوميسير برانسيبال. من بعد تحيدات، كان دارها واحد المدير، جا المدير الاخر حيدها ورجعت الامور للهيئه الحضريه. هادشي راه تعرفوا الناس اللي يفهموا في هادشي هذا. كنت انا في لا سيركيلاسيون، واحد الوقت وليت مسؤول حتى على الفرقه القضائيه. كان خصاص وقع في الضباط، خصاص مفاجئ على واحد المشكل كان وقع تما، وقع واحد الخصاص مفاجئ ما كانش نذكروه، مفاجئ. تحيدوا شي ضباط، وليت انا مكلف هنا وكل مره تقول لي تسنى دابا نجيبوا شي واحد، وربما الاخوان تيشهدوا على الخراز اللي كان رئيس دائره مكلف لا سيركيلاسيون في الفرقه القضائيه، مكلف بهم مهمات كبار. وكنت تنقول لواحد الوالي كان عندنا تما، تنقول لي انا ما صيفط لي اللي عاوني، تيصيفط لي شي واحد تيجي تيجلس 20 يوم شهر تيمشي، تيقول لي انت راه قاد بشغلك، راه انت عندي ثقه فيك وانت قاد بشغلك. وكنت خدام. حنا هنا كنهضروا على المرور، على لا سيركيلاسيون اللي كنت فيها. واحد النهار جا واحد السيد من تطوان، هاد السيد ما غنذكرش سميتو، بوليسي ما غنذكرش سميتو. جا هذاك البوليسي من تطوان، جا ميوتي بالقصيري، جا هذيك المشيه اللي جا عنده دار شي مشاكل في تطوان وصيفطوه للقصيري، اي ما جا شيء على خاطرو او دار طلب مع شي واحد. جا تما هو ومراته وليداته وكرا، وبقى خدام في الهيئه الحضريه بوليس الكسوه، بقى خدام. وواحد النهار جا عندي قال لي يا ودي انا بغيت نخدم في المرور. قلت له يا ودي المرور راه يمكن لك تخدم فيه، غير الناس اللي عندنا دابا في المرور راهم دوزون دي سيمينار وعارفين الخدمه، والمرور راه ماشي سهل، المرور راه فيه واحد الخدمه تعرفوا لي بي في هذا يصابوا، وحنا متى ناخذوا رجل المرور ماشي انا، المديريه العامه تتعين واحد الناس في المرور، راك تشوفهم تتعين الناس اللي هما تشوفوا الاناقه تشوفوا اللبس، لانهم هما حتى هما راهم مرآة ديال الشرطي في الشارع، مرآة ديال الشرطي الكسوه في الشارع. والبوليسي ديال لا سيركيلاسيون ديال المرور كما تشوف في الشارع خصو ديما يكون بالهندام، خصو يكون نقي، وخصو يكون لانه هو المرآة ديالنا وديال بلادنا.
راك تشوفوا النقاوه ديالهم في المطارات وفي الدخلات المدن وخرجات المدن، وراه عندهم واحد الحرفه اللي هما ضابطينها وتعرفوها، راه ماشي من ولا تيرضوا يخدموه حتى تولي عارف اش تيدير. هنا تنحيي الناس المرور ديالنا في بلادنا في مدير العام الامن الوطني. وقال لي ولكن هو من جا عندي الهندام ديالو والطريقه ديالو ديال الهضره ديالو والحاله ديالو انا ما عجبتني شيء، ما عجبتنيش، لان درت معه واحد حديث، طولت معه في الحديث باش نعرفه اكثر. لقيت بانه ما خدم شيء في المرور قبل، ما خدمش في المرور وما تعرف شيء في المرور، باش يعمر البي في صوب داكشي ما عمرو دار داكشي، واخا داكشي ماشي واعر ساهل ولكن هو ما خدمش فيه. لقيت بان الزيت ديالو الحاله ديالو هو الله يغفر ليه ماشي ديال المرور. قلت له ودي، قلت له شوف الله يعطيك الصحه، واش عندك شي بيرمي تسوق؟ قال لي لا. قلت له درتي ما عندك بيرمي؟ نهضر مع المعلم، راه خصنا واحد السائق تا هو يعاون شويه. قال لي ما عندي شيء. قلت له ودي دابا عاد جيتي لهاد المدينه بالقصيري، زيد خدم شويه، زيد خدم شويه وخدم ويفرج الله. واحد النهار ناخذوك المرور وشوف، خذ معلومات عند الاخوان ديال المرور، خذ كيفاش دي بي في، كيفاش كذا، كيفاش كانت الخدمه ديالهم، بقى تاخذها شويه. قال لي واخا، ومشى في حالاته. مشى وكنت تنتلقاه لما تنخرج للخدمه، وكنا داك السدود دوك لي باراج تندعو عليهم مراقبه، تنتلقاه في المراقبه، وكانوا الاخوان بحال تيشكيو منه شويه، تيشكيو منه لانه ما عطاش الخدمه اهميه، ما عطاش اهميه، كان بلي بالكارو بزاف. وشحال من مره لقيتو انا موقف السياره والكارو في يديه وهادشي لا يتماشى. والشرطي اللي هو الشرطي تعرف واجباته وتعرف حقوقه، ان الشرطي ما خصو شيء يطلب شي واحد شي ورق والكارو في يدو. الحمد لله ما تنشوفوهاش الا نادرا، شي واحد الكارو في يدو غيطلب له واحد الورق او غيكني في الرون بوين ديال الطوموبيلات. ما عندناش في بلادنا هادشي، وهادشي ممنوع بالنسبه لمدير العام الامن الوطني. ناهيك على الهندام، الهندام راه كاين ناس ديال الشرطه تيراقبوا الهندام، باش الهندام يكون ديما كما تنقولوا مأنتك، ما يكون شيء مسخ ما داش بحالته. ولكن داك الشرطي الله يغفر ليه، كنت من تنجي تلقاه كارو، تلقاه جالس شي بلاصه، جالس ولا وقف مع الدراري صاحبي، وقف مع الدراري صاحبي، وتعجبت له. الدراري تيخدموا معاه تيشكيو، تيكون دابا عدو منا راه غيدير لنا شي مشكله. التصرف ديالو في البراج، التصرف ديالو في الطريق ماشي التصرف اللي هو عادي، شويه ماشي هو هذاك. هنا واحد النهار هضر معايا رئيس المصلحه، رئيس المفوضيه، قال لي واش عمر هذاك جا عندك شي مره قال لك بغى يخدم في المرور؟ قلت له جا عندي واحد المره، ولكن انا ما صراحه ما عطيتك تيسيت تاخذ دروس من عند الاخوان ديالك اللي انت عمرك ما خدمتي في المرور، ويفرج الله وتصاوب الهندام ديالك. قال لي لا، هذاك عمره ما يخدم في المرور، ما يخدمش في المرور. هذاك السيد حسن ندخلو هنا الكوميساريه، ندخلو هنا عطيو شي بوست هنا قريب لينا، راه عليه شي هضره خايبه، والتصرفات ديالو ماشي رزينه، ماشي متزن. داك السيد هذاك ماشي متزن، سيد البليه وكذا وكذا وكذا، ماشي هو هذاك. هضر معاه قلت له واخا. واحد النهار عيطت عليك، قلت لي شوف الله يعطيك الصحه، انت راه عندك بعض المشاكل، انت راك بحالك حتى حنا بوليس، ولكن عندك بعض المشاكل. هاد الاخوان كلهم تشوفهم في هذه المدينه راه دراري مستقيمين، لا كان شي واحد شويه هاك ولا هاك، ولكن حنا تنصلحوا تيتصلح. الله يكثر خيرك، راه مدينه صغيره والناس تيشوفوا والناس تيراقبوا وهذا وهذا، وحنا محظيين، ماشي الدار البيضاء هذه ولا تيطوى اللي كنتي فيها ولا كذا، راه مدينه صغيره والناس تلاحظوا. راه الناس تيجلسوا في القهوه ويبداو مقابلين البوسي ديال المرور، تيشوفوا فيه اي حركه ديالو تيشوفوها. وانت راه الهندام ديالك راه ما بقات شيء، ما تديرش حالتك. ديك البليه ديال الكارو او شي افعال اخرى سمعناها خارجه على الهضره، سمعناها ما مزيانه شيء. راه هضر معايا رئيس المفوضيه، بقى عندي هنا عافاك في الدائره هذه، بقى في الدائره، بقى معنا هنا في الدائره، راه غتبقى، راه غيصاوب لك المسائل، تبقى في الدائره، خلينا من ربما معايا غتلقى راحتك. واخا خدم معنا في الدائره وبقى خدام، وانا كنت رئيس ديال الدائره. ديما فين مشى، فين مشيتي
انا مشيت غير الدار وجيت. صاحبي راه ما كاينش ما تلهبوش هنا في الدار. فين مشيتي؟ مع واحد صاحبي. فين مشيتي؟ مسكين الله يغفر ليه، كان تيدخل في شي حوايج ماشي من اختصاصه، تيدخل في شي حوايج ديال الخدمه ماشي من اختصاصه. هنا انا هزيت يدي عليه، ما بغيتش ندخل معاه في الشدي والرد، او كتب بيا نكتب بك. قلت له ودي شوف الله يرحم والديك، راك واحد البوليسي شويه ناقص، وانا ما تصلحش ليا هنايا، ما تصلحش. سير الله يرحم والديك، سير انا نهضر مع المعلم، سير المعلم شوف واش غيدير معاك. هذا هو علاقتي به وكيفاش تفرقت معاه. ولكن انا ما كانش عاجبني في العمل ديالو، وانا ماشي مسؤول كبير في ذاك الوقت. انا عندي دائره وعندي واحد 8 ولا 9 الناس راد بالي معاهم، ما خصني شيء واحد يدخل يخلق لي شي مشكل تما نولي وحنا الرحمه ما كايناش، انت هو المسؤول الاول. حاولت مع ذاك السيد، مشى في حالته ذاك السيد، مشى تبدل رئيس المفوضيه، جا واحد رئيس اخر، بقيت انا تما واحد المده قليله وتبدلت انا وجيت للقنيطره. باقي تنعقل واحد النهار واحد العميد اقليمي كان مسؤول عندنا في قنيطره وتابعين لي حنا بالقصيري، تابعين لولايه قنيطره، جا تما وقال لي خراز قال لي نعم، قال لي شوف الله يعطيك الصحه، انت دابا ولادك في القنيطره وانت في القصيري، رغم ان عارفينك ساكن هنايا وتنتقل عند ولادك مره، انت تتخدم وتتخدم مزيان. وقررنا مع السيد الوالي، قررنا باش تدخل القنيطره. عندنا واحد الفرقه غتخدم فيها ديال محاربه العصابات، غنخدم فيها هذه الفرقه، وهذه دات جديده نخدم فيها. وانت راك دوزتي هاد الثمره ديال الزناقي وديال الجري وديال كذا وكذا، وعندنا فيك ثقه غادي تخدم فيها. قلت له ودي ولا الضالين امين، لان داري في قنيطره ومزيانه ليا هذا الشيء هذا. وانتقلت لمدينه القنيطره، وبقات عندي علاقه مع الاخوان ديال بالقصيري هاتفيا بالتليفون، نضحك بيناتنا. كان شي مره شي ملف باقي تما فيه شي حاجه تنتقل، نقول من هذا هو اللي كان دار هذه، ولا كان هذا الملف كان عندنا صيفطناه كذا، شي حويجات صغار شي حاجات بساط بقاو في الملفات، وبقات الامور غدا هانيه. واحد النهار واحد البوليسي جا عندي قال لي وقعت فاجعه بالقصيري، فاجعه بالقصيري. قلت له شنو وقع؟ قال لي البوليسي قتل 3 د البوليس، البوليسي قتل 3 د البوليس بالسلاح ديالو، بالسلاح ديال الخدمه ديالو، بالفردي ديالو. انا راسي داخ وكنسول شكون اللي قتل، تيقول لي فلان. هاد السيد هضرت لكم عليه، شكون اللي تقتل؟ فلان وفلان وفلان. نهضر لكم على هاد 3 اللي تقتلوا. واحد فيهم سميتو دريس، انا غنسميه الله يرحمك ادريس. كان واحد الدري نقي، وكان ولد عائله كبيره، تنقول عائله كبيره ان باه كان فلاح كبير ومعروف، باه في الغرب معروف. وهذاك الدري باه والده هو والد البنات، يمكن عنده شي خوه تيقرا برا وداك الشيء. وهذاك الدري كان في الكتابه ديالي انا في الدائره فاش كنت خدام، كان هو في رئيس كتابه نقولوا في الدائره معايا. وكان دري واحد الدري تعرف اش تيدير وتعرف اش تيخدم، تعرف اش تيكتب، داك الدواسه مهنيني داك الولد. وكان دري قانع بالرزق اللي عنده، وكان دري ولد الخير، وكان تزوج واحد البنت في القنيطره وساكنه قريبه لينا. وداني معاه ما دفوا دارهم كانت خارجه على بالقصيري في العروبيه، وكانت دار زوينه وداك الشيء، وباه الله يكثر خيره عنده الاملاك ديالو. وتمشيو للفلاحه وتنجلسوا انا وياه تما، تنعرف باه الله يرحمه، تنعرف باه. وباه كان تيهضر معايا تيقول لي السي خراز الله يرضي عليك، هذا ولد دابا تزوج عنده بنيه، وانا خصني اللي يساعدني. الا كانوا هاد البوليس تيعطوه 100,000 ريال نعطيه 1,000,000، ولا كان هاد البوليس يعطوه 1,000,000 نعطيه 2، ولا عطوه 2 نعطيه 4 في الشهر. عاطيه الدار، عاطيه كل شيء، هو واللي هو اكتفي. الله يحفظك السي الخراز، هضر معاه. اش بغى بشي بوليس السي الخراز؟ اش بغى شي بوليس؟ هضر معاه بعدا محد يلاه بدا راه غيطول وغيتبلى وهكذا كذا. كنت انا تنعيط لهذاك دريس، تنقول لها دريس انا ماشي باغيك تمشي في حالك، لان لقيت فيك المساعد ديالي ويدي الايمن، تتعاونني ومقابل لي شغالاتي، وحاجه اللي وحدت فيها تلقاك بجنبي.
الدوسي اللي تلفت عليه تحطوا ليا. الله يكثر خيرك ادريس، انا شفت باك الحاله ديالو، شفت الوالده ديالك وناس مزيانين وطيبين، وعندك خواتاتك بنات وانت هو الراجل ديال الدار، راه عندك حق السيخ ادريس، دفع الاستقاله ديالك، سير عاون باك. واش انت صاحبي باك تيقول لك الا كان مليون نعطيك جوج، والفلاحه ديالك وملكك انت اللي غتورث، تيقول له شوف السي خراز، انا ممكن تقد دوكا حبيت البوليس، فاش كنت صغير تنبغي البوليس. انا فاش كنت صغير سولو قال لي عاود شوف مع با، كنت نقول لهم ديروا لي طربوست البوليس، حتى واحد المره لبسوها ليا وانا تبريت بالبوليس. انا ما نبقاش حيد من البوليس، انا ما باغيش نهز الفردي والمينوط والبال عباد الله وكذا، لا، بغيت بحال هكا خدمه محترمه ولكن مع البوليس، ونكون في لا بيرمانونس ونشوفوا. هذه حياتي بغات هكا، بغيت انا هاد المهنه. شوفوا المهنه ما بغاهاش على الفلوس، ولكن بغاها حبها، حب واحد المهنه ماشي على الفلوس. حتى انه واحد النهار قال لي واش تيقول لك واحد القضيه سي خراز، با تيقول لك عطيني 2 مليون، انا شوف انا كاع ما يخلصونيش كاع، انا باغي ندخل معاك. ويليك تدريس، قال لي باغي يا صاحبي، انا بغيت نكون بوليسي. وكان ما كانش هو في الكسوه، كان تيلبس سيفيل، ورغم ذلك بغى هذا البوليس هذا وحبه. بون، هذا القتيل الاول. القتيل الثاني سميتو فلاحي، تنحيي الاخ ديالو اللي باقي في البوليس، السي فلاحي، تنحييك والله يطول عمرك، راه تا هو قرر لا روطريت، وكان دري تيخدم وكان دري مزيان. هاد الدري فلاحي كان مصلي، نقدر نقول لكم مسكين متشدد الصلاه، وتيخاصم علينا حنايا الى ودن مدن، ويجي يهضر لنا في الدين، وصاحبي الانسان يدير هذا، نوضو يتوضا ونوضو يصليو. كان دري مصلي وعنده الصلاه واخده ليه نص من حياته، وعنده ديك الجوهره ديال الصلاه هنا في جبهته كما تنقولوا. وكان دري مسكين محترم راسو، وكان مكلف بالاسلحه، عندنا جميع المصالح فيهم بلاصه الاسلحه، عند الدرك، عند البوليس، عند كل شيء. والاسلحه تنعطيهم الناس اللي تيكون واحد الثقه كبيره وواحد الاخلاق عاليه، تعطيهم شي لواحد اللي شنو تشخ يدير لنا شي مشاكل. وكان هاد الدري هاد الفلاحي هذا الله يرحمه، واحد الدري تعرف خدمته دارو الجامع، شتي لابس جلابه راه غادي الجامع، شتي غادي عادي راه غادي يتقدى غادي لدارو. اذا ضحك تيحشم في الضحكه. انا كنت نضحكهم شويه بزاف، كانت فيها شويه ديال المستملحات، وكان مسكين تيدير يدو على فمو تيبغي يضحك، كان تيحشم. تنقول له كان فينا كاين هادي ولا لا، تيقول له ودي بعد مني، ما تيبغيش يدخل معنا حتى في الضحك وتيضحك. ولما تدخلوا في الدين، هو غالبا في الدين كان تيهضر في الدين، تيهضر مزيان وتيقرا كتب وتيعرف الفتاوي، وكان عنده وليدات، وكان مسكين حدو قدو في المنضه ديالو، ولكن حامد الله تيبغي داكشي. هو كان عادي، عمري ما شفتو مد يدو لشي حد ولا طلب شي حاجه ولا تسلف ولا شي حاجه، عادي داك الولد هذاك. هو كان ساكن حدا هذا اللي هضرنا عليه، هذا اللي قتل، كان ساكن حداه، كان جارو، والجوره جمعت دارتهم اصحاب. وكان هذاك الفلاحي تيحن عليه، وكان تيجي يطلبني عليه متى تكون شي مشكله، وتيطلب عليه المعلم رئيس الفواد يطلبهم عليه، وراه الله شاد والناس يعرفوه. وكانت المرت صاحبه المرات الاخرى، العائلات بجوج مصاحبين، والمرت هذا مصاحبه مع مرت هذا، ومرت هذا لما جات من تطوان برانيه، هذيك المراه اللي احتضنتها ودارتها صاحبتها وزدت عليها القنط ديال الوحدانيه. وهو كان صاحبه هضر معاه، يتكلم معاه كذا ويدافع عليه. الثالث واحد البوليسي كان في الكتابه، دا خاصو راسو في الكتابه ديال المعلم كما تنقولوا، كتابه ديال رئيس مصلحه، دري عادي، دري ما والله العظيم 3 ديال البوليس ماشي تنشكرهم حيت انا كنت بوليسي، والله العظيم هادشي اللي قلت لكم هو فيهم الاخر مسكين عادي، واحد دري وسيرفيابل اللي وقفت عليه مرحبا، هذه الهضره اللي كانت فيه، تسويت انا خويا كذا صافي. الدراري حدهم الى خرجوا من الكوميساريه يجيبوا لك القهوه عاود يدخلوا، واللي يجي عنده مصلحته تيقضيوها عليه. اش وقع في ذاك النهار؟ لان مشيت لعين المكان وديت تحريت ولما سقط الخبار مشيت النهار الثاني، خديت واحد الرخصه ومشيت النهار الثاني نشوف شنو وقع. الناس تما تيعزيوني، لما تلاقاو بيا تيعزيوني الناس، ولقيت واحد الجمهور ما يتصورش قدام الكوميساريه، واحد الجمهور، ولقيت السلطات جا والوالي جا، المدير العام الامن الوطني، كل شيء مجموع تما، جميع السلطات كاينين تما، العامل، الوكيل العام، الوكيل الملك، كل شيء حاضر في ذاك النهار الثاني. علاش؟ باقي البحث كان طرات القضيه في هذاك النهار في الابريميدي، والنهار جاو النهار الثاني كل شيء حاضر تما تيتبحثوا اشنو وقع.
من خلال التحريات اللي درت انا شنو وقع. جا داك النهار هو دخل مع الصباح من الخدمه، هو هذاك رئيس المصلحه اللي جا جديد ماشي الاول اللي كان دخلو لعندنا، هذاك رئيس المصلحه منعو باش ما يمشيش للسدود، قال لي ما تمشيش للسدود، بحال منعو قال له ودي ما تبقاش تواجه المواطنين، لقى فيه شي حوايج خايبين، لقى فيه شي حوايج ما يصلحوش، حن عليه قال لي احسن ما نكتب بك، دخل اسيدي هنا حدايا، اجي دخل حدايا صافي وهني الوقت، حن عليه ودخلوا حداه. بون دخل واحد الاسبوع بغى يخرج الزنقه، علاش؟ هو عطاه الراحه، هو تيقلب على الفضيحه. دخل في ذاك الوقت اللي بغى يدير فيه الجريمه ديالو، جا للكوميساريه وطلع وبقى تيهضر وتيغوت وتيعلف فمو، انا شتي صحاب راسو فينا هو، مشى ودخل هز الفردي ودخل عند ذاك المصلحه ديال اللي فهذاك الرئيس، ما لقاهش تما، الرئيس كان خارج. رجع الكتابه بقى تيغوت، شكون اللي كاين؟ كاين دريس، كاين الفلاحي، كاين البوليس اخو الله يرحمه، تنسى سميتو، والله الا تنسى سميتو، ولاش انا ما عارف هذه القضيه، مشيت عاوتاني ناكد الدراري نسولهم من جديد وكذا وكذا وكذا. ذاك البوليسي مسكين باقي دري، باقي جون، بقاو بثلاثه. هنا ذاك الفلاحي تيقول ليه حيد الفردي، انا الفردي دخل الفردي ردو لبلاصتو، تيقول لي بعد مني راه نتيري فيك بعد مني، تيقول لي الاخر حسب معطيات تيقولوا الاخوان، تيقول لي الاخر راه حيدك من يدك، اش بغيتي دير؟ بغيت دير شي مصيبه، هو يدير لي طاف هو يقتل الفلاحي، هو يضرب القرطاس، طاح الفلاحي. جا دريس، جا شدو من اللور، دريس اللي هضرت لكم عليه، جا شدو من اللور، ما شدو باش حيد لي سلاح، هو دخل يدو ما بينه وبين دريس وضرب دريس بينه وبينه، ضربو طاف. هذاك الدري اخو مسكين بغى يخرج بيناتهم، بغى يسلت، هو يعطيه حتى هو، قتلوه في الدروج، قتلوه بثلاثه. اخوان تما خافوا، شي هرب شي دار، جاب الله القرطاس خرج لي من الفردي كامل، خرج بغى يخرج من الكوميساريه، رجع ضربوا به، طوقوه شدوه. علاش؟ نسى فيها دريس الله يرحمه، مشى فيها الفلاحي، مشى فيها واحد الشاب هو الثالث. علاش؟ على والو. علاش؟ على واحد رئيس مصلحه بغى يحيدو من الشارع باش ما يواجهش المواطنين، يدخلوا لداخل، لانه ما بغاش يتقاد. تيحاولوا معاه. هنا بجميع المصالح كاين هاد المحاولات، لا عند الدرك، لا عند البوليس، لا عند الخزيه، لا عند شحال من واحد تيكون عوج تيبغيو يحاولوا يسقموه بشويه قبل ما يطحنوه، يكتبوا به ويجريو عليه، تيبغيو يقادوه في جميع الوظائف ديال العالم. تيكون واحد عوج داك الرئيس والناس تيبقى يثبتوا بشويه تيردوا للطريق، الا خرج على الطريق تيردوا للطريق، حتى لما بغاش تيخرج تاخذ معاه تدابير. هذا الوقت اللي تيردوا للطريق ما بغاش يرجع للطريق، دار مشكله قداش قتل ثلاثه د البوليس وخلى لهم وليداتهم برا. من غريب الصدف مرت اللي قتل هو تشد، مشات تعزي مرت المقتول صاحبه، وتعنقت هي وبقاو تيتباكاو بجوج. مرت القاتل ومرت المقتول كانت الصحبه اللي بيناتهم، والاخرى شدتها. مرت تيقولوا مرت المقتول اللي هو فلاحي عنقتها وبقات مدخلاها، غادا مدخلاها للدار الداخل، ماشي قالت لها سيري يا امراه المسخوط ولا سيري امراه كذا ولا سيري امراه كذا، لا عنقتها وبقات غادا مدخلها لداخل دارها، والناس يتباكاو وتشد هو. وجابوا الناس المسؤولين باش يتصنتوا ليه، منهم السي الرحماوي اللي تلاقيته ولد البارح، تلاقيته وهضرت معاه صاحبي، وكان غندير ديال الشريف اللي دار كذا قال لي ديرها راه مهمه، ديرها. قال لي انا اللي خدمت فيها، انا اللي درت فيها، انا تصنت ليه. قلت لي شنو قال في التصنت ديالو؟ قال لي تيدخل ويخرج في الهضره، قال لي واحد المحاضره تيدخل ويخرج في الهضره، وانا حاضرين عليا، وانا تيعيقوا عليا هنايا، وانا راه احسن منهم تيصحابوني انا. قال لي تيهضر هضره ديال الطريق ديال الزنقه، تيهضر تيخربق، ما قالت علاش، ما قالش علاش. علاش قلت اليوم هذه الحلقه هذه والله الا قصدت بها اليوم البوليس والدرك وجميع حامل السلاح، راه وقعوا مشاكل
ماشي عندنا شي واحد تيقول لك تيكتب لي شي واحد شي مره هذا راه السر المهني. اسير السر المهني، سير فين تعرف شي سر المهني، سير ديك السر المهني ابقى كتبوا لي كومونتير. السر المهني واعر على واحد اللي ما تعرفش السر المهني، خصك تعرف ما معنى السر المهني. السر المهني هو واحد الخبر ما عرفها حتى شي واحد في واحد الملف اللي خدام فيه واحد البحث حتى واحد ما عارفه، وتخرج انت هو السر المهني. ما واحد فضيحه بحال هذه وقعت ولا كذا ولا شي عارفها عاد غتقولها انت. ولكن علاش انا قلتها اليوم؟ قلنا جميع حملات السلاح اللي تيحملوا سلاح وقعوا الله يستر بزاف ديال المشاكل. دارا كيقتل 6 صحاب، عسكري تيرا في صحابو في الصحراء، واحد تيدا في رجليه، شحال من واحد قتل مرتو، اما بوليسي اما عسكري اما جدارمي اما مقزني اما اللي عندهم سلاح ديال الصيد مشى للسلاح ديال الصيد وتيلا به على مراته وتيلا به على جيرانه. وقعوا مشاكل كثيره ومشاكل كثيره بسلاح. تنقول سلاح راه مقدس، والسلاح راه ما تنستعملوه الا ضد المجرم في الدفاع الشرعي، ضد المجرم في الدفاع الشرعي، ماشي غير ضد المجرم. ماشي هذا مجرم تنجريو عليه وندير ليه من اللور طاف نضربو، داكشي ديال الافلام. لا، تيكون دفاع شرعي، تتكون تشوف راسك بحال خطر وهاجم عليك هذا السيد، صافي هذا السلاح جاي عندك موس ولا كذا، وتشوف وندير واحد القرطاسه في السما نضربها الطق زعما شهدوا هاد القرطاسه ديال جمع راسك راه فيه القرطاسه الفردي ورد بالك نقتلك، وشهدوا الناس بان القرطاسه الاولى كانت خارجه والثانيه نضربوا دفاع شرعي. الواحد يبرد دمو مع اصحابه، يبرد دمو مع عائلته، يخلي هذاك السلاح مقدس يخليه بعيد، يعلقوا وينساه، ماشي ينساه ويتلف ليه، يعلقوا ويخليه ناسيه. ولو نتعصب واخا يطلع لي الدم واخا نبعد منه. عندي سلاح ديال الصيد في الدار، سلاح محترم وما يكونش حداه القرطاس. الا كان جويجه محطوطه عند القرطاس يكون هذيك بيت اخر، حتى تعصب الراجل وبغى يجبد السلاح ما يلقاش قرطاس حداه وما تكونش قرطاس داخل فيه. ان شحال من صياد عنده سلاح وبعض المرات يطلع لي الدم تيقول المروح شي نهار غنجمع معكم كلكم، وداروها شي وحدين. راك شتي حتى لي زاكسيدون دو تير اللي تيصو الصياده شي واحد تيجيبها في شي واحد تيوليو فهاد الدخول، واش دارها لي بالعاني واش ماشي بالعاني واش ماشي. السلاح خصنا نحضيو معاه لانه الفعام سمومه هزها معاك، عرف كيفاش تخدم معاه. هذيك الفعال ضربك بيدك، ها هو هذا ضرب هذوك الثلاثه مشاو اصحابي، الله شاهد صحابي الله يرحمك ادريس والله يرحمك الفلاحي والله يرحمك الدري الثالث الله يرحمه تا هو مسكين، لان ديك الدري جا من بعدي عاد جا لتما ما خدمش معايا، جا من بعدي لتما وعرفتو كان سكريطاريه وهذاك الشيء كما حكاو ليا. كلاو العصا الناس، كلاو العصا حتى رئيس المصلحه كلا العصا، لانه خلاه فيها شويه، خلاه فيها بعض الحوايج، عطاهم البحث تا هو كلا العصا. ما نقولوا شيء تا هو الله يهنيه مشى بحاله، بقاو عليه اغلاط دارها تا هو وتحمل مسؤوليته ومشى. وقع تغيير في داك العمل ديال الكوميساريه، وقع فيها تغيير والمدينه بكات وما بغاتش، لانه مشاو ليها 3 د البوليس من دوك الطوب ديال البوليس اللي في مدينه بلقصيري. انا تنقولها اليوم وانا صايم الله شاهد عليا وراه يسمعوني دابا نقول هادشي، من الناس الفن ديال بلقصيري، من الناس الطيبين ديال بلقصيري مشاو وداو واحد ما تعرفوش بلقصيري، عاد ما تعرفوش الناس، ولكن عنده هندام ووقفه وخدمه ديال البوليسي، ولكن في مخه افكاره التعامل ديالو البليات ديالو ما كانش ديال البوليسي. ربما دخل البوليس في الوقت اللي ما كانش هاد البسيكاتر وبسيكولوج واطباء ويعاودوا يدوزوا ولا كونترول، واحد الوقت ما كانش هادشي. اما اليوم الحمد لله راه ما تيدوز البوليس وتسمى بوليس نعطيو السلاح ديالنا حتى تتصفى وتتنقى ونعرفوا نقي وصالح باش يكون الحمد لله. مابقاش داكشي اللي ماشي غتنجح في الامتحان صافي دوز عند الطبيب بسيكاتر عرف كاش في راسك، وبسيكولوج عرف كاش في راسك، شوف عقل اخويا شوف كاش في عقلك، ولا شوف شنو في راسك، وشوف منين هبطتي ومنين جيتي، وشوف واش عندك شي بليات، واش فيك شي وشام واش شي حاجه فيك. عاد تيدوزوهم عاد تينجحوا في البوليس. ما عندنا بوليس نقي وغادي وتيتنقى اكثر فاكثر، غادي يتنقى وغادي البوليس تيزيد القدام، ولاو الناس يدخلوا بالشواهد كبيره، ويدخلوا البوليس كما كتبوا عندنا 500 دكتور عندنا في المديريه العامه للامن الوطني،
ناهيك على الدكاتره اللي كاينين في الدرك الملكي، ناهيك على الدكاتره اللي كاينين في المخازنيه. ما تظنوش المخازنيه تشوفوا حنا حدا القياده وحدا السوق، راه فيهم دراري تخرجوا من المعهد، من المعاهد ديال المعاهد ديال بحال الاكاديميات ديال المكناس، تخرجوا تكوين الاطور، تخرجوا اليوم الحمد لله. ولكن بحال هاد الجريمه هذه اللي دار هاد السيد هذا لا تغتفر، لا تغتفر. وعلاش دارها؟ علاش دارها؟ هذاك واخا كون كانش عنده الفرد كان واحد النهار غيجبد موس وغيجبد الجنويه اللي في راسو هندام. وكمل نهار والله ما عجبني الهندام ديالو بجوج الطريقه ديالو مسكين. عليها حيدوه من تطوان وجابوه للقصيري باما بارمي ديسيبلينير، عقوبه تاديبيه. جابوا بعدهم البلاصه اللي هو كان فيها تما باش يدير عقلو زعما في مدينه صغيره، وبعد مدينه تطوان مدينه كبيره يدير عقلو، ولكن عاد زاد فلس. تقدم العداله وتحكم بالمؤبد، ما دوش واحد المده قليله ومات. تنقول الناس ديال بالقصيري مراتو راه باقا تما، ولادو حسب ما سمعت تهلاو فيهم. تنقول صحابي ديال بالقصيري تهلاو في مرتو. واللي عجبني ان باقا علاقتها مع مرت الفلاحي، باقي علاقه زوينه بيناتهم طيبه وتتحن عليها. الله يشوف من حالها. وهو كما كان الحال الله يرحمه، الله يرحمه. شوف ظروفه كيفاش كانت، شوف كيفاش كان في عقله، شوف كيفاش كان. ولكن ظلمهم وظلم دوك الدراري. وكانت واحد بصمة عار بالنسبه للمدير العام للامن الوطني، بصمة عار قبل ما يجي السي الحموشي. كان المدير اللي قبل منه، كانت بصمة عار تسمعات، كانت خايبه. هذا درس تنقول للبوليس اليوم، تنقول للدرك اليوم حملة السلاح. وقروا سلاحكم في المخاصمات وعطيتكم ولا في شي حاجه، وقروا مع جيرانكم مع ناسكم، حتى مع المجرمين. ردوا بالكم سلاحكم يدير لكم شي مشكله، قاتل وانت ماشي في الدفاع الشرعي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده. مبارك واشركم، رمضان مبارك وسعيد، الله يكملوا بخير وعلى خير يا ربي امين. قبل ما نبدا الحلقه ديالي عندنا واحد كلمات خصني نقولهم لكم. كنت جالس مع شي عائله قريبه ليا ولاحظت شي حاجه اللي قلت غادي نقولها للناس. واحد التنبيهه من التنبيهات ديالي المعروفين، تندير بعض التنبيهات بعض الحوايج، لان الواحد ديما فاش يكون مع شي جماعه جالس وعائله ولا غير عائله يكون تلاحظ شويه، تكون عنده ماشي غير الحس ديال، خصو تكون عنده الحس ديال الملاحظه، ماشي غير يهضر ويخرج وما يديش معاه شي حاجه في راسو. اليوم جالس مع واحد العائله وتنشوف واحد الدري صغير بزاف، صغير عنده شي عامين ولا عامين ونص، ما كملش 3 سنين، يتجبد على مو على التليفون، بغا ياخذ لها التليفون من يديها. وبقات شيختها تقول لها عطيه صافي، عطيه التليفون، تيولف التليفون، عطيه التليفون. وشد داك التليفون وردينا باش تجبد ليه شي حاجه منه، يمكن دوك الرسوم ولا داكشي. وجبدت ليه داك الرسوم بقى جالس يتفرج فيهم، جلس الدري ليه وتكالو ساده تخرج بقى يتفرج فيهم. هاد القضيه تلاحظوها بزاف عند بزاف العائلات، عند بزاف الناس. اي دري صغار بزاف وتهبلوا على التليفون، والتليفون وعقلهم ياخذوا المو من يديها ويبكي ويغوت ويعطيو التليفون. ما تعرفوش الناس من هذه راه واحد البليه خايبه، بليه. هذاك الدري تيتبلا عنده 3 سنين، عامين ولا 3 سنين، تيتبلا بالتليفون، غيتبلا فيه حياته كلها. واش ما شفتوش اليوم الناس كيفاش ولات مع التليفون؟ واش ما شفتوش الشباب ديالنا ولادنا كيفاش ولاو مع التليفون، وبناتنا كيفاش ولاو مع التليفون؟ ولاو التليفون في يديهم وهما تياكلوا، والتليفون في يديهم هما تيشربوا، والتليفون في يديهم هما تيشقاو، والتليفون في يديهم هما تيقراو. تعاود لي واحد استاذ قال لي كل ساعه تنحصل شي واحد تايتسنت للدرس وتيشوف التليفون. قال لي وليت تنجمعهم وتنحطهم فوق البيرو ديالي، التليفون كلشي اللي دخل تحت التليفون ديالو باش يمكن لهم يتبعوا الدرس. الدري الصغير لما تكون عنده 3 سنين وشاد في التليفون ما يطلقش منه، غير يبان لي خصو يشدو. الا ما بغاش يبقى يبكي يتركل في الارض يغوت،
واللي حدا بجنب واش تيقولوا عطيه وعطيه تي هاك، عطيه هذاك، عطيه هذاك، هاك عطيه باش يسكت. تنبليوهم بشي حاجه بحال بنيناهم بواحد المخدر تيتبلى داك الدرب بحال ولا عنده مخدر، تيولي وسط الناس ما يحشمش، لا وسط الناس ولا كذا، ويمد يدو لمو ويتشعبط على التليفون، ولا يمد يدو لباه ويتشعبط على التليفون ويغوت حتى تعطيو التليفون. لا هضرتي معايا يقول لك راه ولفوا دابا ولفوا، تيبغي يتفرج في الرسوم. هذه ظاهرة خايبة. كي غدير معاه من عنده عامين 3 سنين شادك في التليفون، ومن غيدير 5 سنين، ومن غيدير 7 سنين، ومن غيدير 11 عام و12 عام يقد داك التليفون وداك البريه ديال التليفون تقد تخرج عليه، ماشي غير تنفعو تخرج عليه. هذه راه ظاهرة غريبة وظاهرة خايبة. أنا تنقول الدراري الصغار نشوفوا لهم اللعاب باش يلعبوا، اللعاب الوقت اللي بغى يلعب بشي لعاب ناخذهم يلعب بهم، ومن صغرو نبعدوه من التليفون، خليه حتى يكبر، حتى يولي يعرف شنو التليفون، تيولي يقرا، تيولي محتاج ليه، يولي في الثانوي ولا كذا يولي محتاج ليه، يمكن ديك الساعة نشريوه ليه ونعطيوه ليه. وهادشي راكم تلاحظوه كاملين. غنهضروا على الحلقة ديالنا ديال اليوم. الحلقة اليوم واحد الوقت كنا خدامين، أنا كنت في الشرطة القضائية وكنت في لابيجي، وهذا النهار كنت فيها الديمومة، كنا في لابيرمانونس في الديمومة خدامين. اتصلت بينا قاعة المواصلات، الدراري قاعة المواصلات هما اللي مكلفين التليفون، تستقبلوا الشكايات من عند الناس. هبطوا قال لنا ودي غنمشيو، شوف خرجوا راه كاين واحد المشكل، واحد خينا في واحد الدار راه جاب سلاح الصيد، جاب سلاح وراه ضرب شي كلب وسط الدار ديال مواليها، وراه داخل في الدار راه منوض لهم شي روينه تما، راه تيهدد بالقتل وكذا وكذا وكذا. حنا قلنا هذا شي واحد يمكن كما كان الحال هو خطير باسكو عنده سلاح. مشينا معونين باش نردو بالنا مع هاد السيد هذا. وصلنا لذاك العنوان اللي قالوا لنا قدام واحد الدار، لقينا شي ناس واقفين ولكن بعدين من الدار، واقفين على التروطوار. حنا نزلنا وواحد قال لنا هو الداخل، هو الداخل. قلت ليه مالو شنو الداخل؟ قال لي واحد سيد سلاح راه تيضرب الداخل، راه تيضرب. حنا قلنا هذا شي واحد تيقتل الداخل، راه جبد سلاح وتيقتل. وجدنا السلاح ديالنا الدفاع الشرعي، ربما هاد السيد خرجنا بالسلاح ديالو. الباب مسدود، دقينا في الباب ورادين من مع الباب. واحد السيد حدث الباب ويدول، قلنا له بوليس هذاك، زيدوا سيدي زيدوا. تلقاو داخل، دخلنا تلقاو واحد السيد شاد واحد مكحلة سلاح. ديما عندي المشكل ديال سلاح، تيقولوا الناس في الكومونتير ما تقولش السي خرج سلاح وسلاح. ايوا مشات عاده، شاد السلاح ديالو هكا وجالس ولابس غير واحد السوفيطمه والسروال وجديه حفيانه، وجالس على واحد الكرسي وحرقان. دخلنا قلنا السلام عليكم، قال لك السلام، ولكن كنا رادين بالنا ربما هاد السيد يمشي السلاح ديالو. السلام عليكم وباغتناه نتلقى، قال لك ها هو شدوا سيدي، شدوا هاك، شدوا سلاح، شدوا هاك. شنو هي هذيك؟ كرابين فيها القرطاس. قال لك راه فيها القرطاس. انا تنفهم في الصيد ديال في السلاح ديال الصيد، حليتها لقيت فيها 3 قرطاسات، لان هي كرابين فيها 4 قرطاسات. كما تعرفوا الصياده كانوا 5 ونقصوا وحده، مليون الغابات حيدوا وحده ولا 4، او فيها 3 قرطاسات الداخل. ديتها لواحد الصديق ديالي، خويتها لي من القرطاس وعطيتها ليه، وقلت له شنو وقع. واحد الدري عنده شي 16 عام تيغوت تيقول له عمي راه قتل لي كلبي، عمي راه قتل لي كلبي، راه قتل لي الكلب ديالي. قلت له صافي غير بشويه، فين هاد الكلب ديالك؟ قال لي ها هو الكلب ديالي ميت، ها هو عمي ها هو. وداك الدري فيه الدم، هذاك الولد فيه الدم. طلينا تلقاو في الدروج واحد الكلب مقتول في الدروج. امو داك الولد تقول ليه، قلت لك بعد مني دي لي الكلب، حيدوا عليا من هنا، قلت لك عطي الكلب لمولاه، الكلب ماشي تا ديالك، عطيه لمولاه. شحال جيت معك على الكلب؟ الشريفه قلت له واش حنا جايين نحلوا المشكل ديال الكلب هذا السيد؟ قلت لك شنو وقع سيدي، شنو وقع؟ قلت لك سيدي ها هو سولو، ها هو
قلنا شنو وقع سيدي؟ قال لك سيدي نقلب على مراتي، جيت عندهم تنقلب على مراتي، بغيت نقتلها، مراتي بغيت نقتلها. اشنو وقع الشريف؟ اشنو وقع؟ مراتي بغيت نقتلها، مراتي شفتها مع واحد وجيت تنقلب عليها، ومن بغيت نطلع الفوق تلقى لي الكلب، نقلب عليها في السطح، تكون مخبيه تلقى لي الكلب ضربته، وضربتي قلبتي السطح واش كاين ولا لا؟ قلبت سيدي ما كايناش. ديك البنت مت الولد باقا شويه عندها شي 40 عام، تتقول لواحد المراه كبيره كانت هي تتهضر تتغوت، تتقول لها هادشي اللي بغيتي صافي، هادشي اللي بغيتي تبع بناتك، ها بناتك فين خرجوك، ها بنتك فين خرجتك، وشوفي ها انت لا فضيحه، شو لا فضيحه درتي؟ قلنا السيد يلاه معنا الله يرحم لك لا بيرمانونس. خرجنا السيد في واحد الحاله، السيد بحال هيجان، خرجنا ديك المراه قلنا لبسي جلابتك لبسي جلابتك، الدار ديال من هادي؟ قالت لك ديالي يا سيدي. شكون هادي؟ امك خرجك فين هو؟ خدامه سيدي. شنو وقع؟ شنو وقع؟ اسيدي جات يقلب على اختي اللي هي مراته، جات يدق، حلنا للباب، حل الباب تك فينا هي فينا هي فينا هي، وهز السلاح في يدو، دخل الكوزينه، حل البوطاجي، حل الثلاجه، دخل البيت النعاس ديالنا، البيت النعاس ديال امي، طلع غادي طلع تيجري للدروج، تلقى الكلب ضربو، قتل الكلب، وطلع راه رون من فوق السطح ورون كل شيء. طلعنا السطح، لقينا السطح في واحد جوج بيوت، واحد يمكن ديال الصابون، واحد البيت يمكن ديال داك الولد، شفت فيه فراش وفيه داكشي، ولكن داكشي كلشي مرون. هبطنا السيد، هبطناه دخلناه الطوموبيل، لبسي جلابتك انت، لبسي جلابتي يلاه معانا، ياك الدري يلاه معانا، يلا انت معانا، زي داك الدري باش ما يبقاش تما يدير شي فضيحه مع داك الكلب اللي ميت. خرجنا دينا السيد لا بيرمانونس. السيد اش تيقول؟ تيقول سيدي انا خدام، هو خدام في واحد الكارير، واحد المقلع ديال الحجر، انا خدام. اليوم سيدي مشيت للخدمه مع الصباح مشيت، قالت لي المراه انا غنمشي للحمام، هاد المراه عندي معها جوج وليدات راهم في الدار، راهم كاين في الدار، لقيتهم في الدار جالسين. زيد وقال لك راه جالسين مع اختي، واخا قالت لي غنمشيو للحمام، قلت لها سيري للحمام. مشات سيدي للحمام كيما مولفه، انا ما على بالي والو. لقيت سيدي نمشي نشري النعناع والسكر، حنا تما في الخدمه تنديرو اتاي، هزيت موطوري، عنده هو موتور، تيقول قطعت الطريق، هاد الكارير جا خارج المدينه، خارج المدينه، قطعت الطريق باش غندوز عند واحد مول الحانوت، انا غنقطع واحد الطوبيته تسنى دوز قدامي، بانت ليا فيها مرتي مع واحد، العين في العين، شافتني سيدي هبطت وجهها، والاخر هو كسيري، تبعتهم سيدي بالموتور ولكن ما شديتهمش، تبعتهم بالموتور ما شديتهمش سيدي، هما يجبدوا وانا نجبد، انا تنطير بغيت نموت سيدي، ولكن هو عطا ودخل لي مع داك الجبل وزاد مع الطريق. هاني مشكله هادي. وفين مشات هي دابا؟ وما عرفت سيدي، انا شفتها وجهي في وجهها. هو اش درتي؟ جيت سيدي للدار، خلي ما ديت لا اتاي الاخوان، ما رجعت للكارير، جيت نجري للدار، لقيت اختي تما مع الدراري، لان اختي تجي عندي ديما، قالت لي راه لقيت غير الدراري بوحدهم، قلت لها قالت لي مشات للحمام. قلب في الدار ما لقاها شيء، هز سلاحو غطاه ومشى الطريق ومشى عند نسابو، هذوك الناس اللي كانوا عنده نسابو، ودخل عند نسابو تما فين ذلك المصيبه اللي حنا مشينا جبنا عليها. وهاد مرتك فين مشات دابا؟ ما عرفتها سيدي. جلسناه بردناه، قلنا جلس صاحبي ما عرفتي واش هي ولا ماشي هي، وتقد تكون ماشي هي، وتقد تكون ماشي هي، ولكن سيدي ومشيت للحمام وقول لي ما جاتش، وراه مشيت للحمام قول لي ما جاتش، وراه ما جاتش، ما مشيتش للحمام كاع، ما كاينش. وحوايج الحمام واش عندك في الدار؟ وما سيدي كاع ما عرفت هزتهم ولا ما هزتهمش. قلنا سيدي حنا غير تنبردو، يلا معنا لدارك، يلا ركبنا دينا لدارو، خرجتينا اختو، السلام عليكم السلام، دوك جوج ولاد مساكن واحد الدري صغار، عرفتي تيشوفوا فينا، وراه تعرفوا الدري الصغار تكون شي مشكل في الدار ما قادينش عليه، عينيهم تيشوفوا فينا هكا، خايفين تيترعدوا، شافوا الطوموبيل البوليس، شافوا شي ما تنبغيش الدري الصغار بحال نشوفهم، بجوج الحالات اللي دوزت انا لما تنتشوكاو تيبقاو فيها شي دري صغار، تكون شي مصيبه في شي دار تنبقى نشوف دوك الناس صافي تيترعدوا، هذا شدت وجه الدراري تقول ما تخافش اودي ما تخافش كذا كذا. قلت لها شوفي اختي واش عندها حوايج الحمام هنايا؟ قالت لك لا سيدي انا ما تعرفش حوايجها. قالت لك سيدي تيكونوا هنا في هاد الدوش، عنده الدوش ما كاينش، لا سيدي تيكونوا حجوج السطوله هنا وفيهم حوايج الحمام ديالو داكشي ما كاينينش. اذا مشات للحمام، هو يمكن مشات للحمام، واحد الدري شويه مفقه ولا قلنا ليه قول وليدي حضرتي المفرج مشات للحمام؟ قالنا مشات للحمام. فوق مشات للحمام؟ ويلا مشات للحمام، لان هذاك الراجل مسكين تمارته مشكلته تيمشي مع الصباح وتيجي حتى العشيه
لان ديك الكارير خارج على المدينه، تمشي مع الصباح وتيجي حتى ديك 5 ولا 6، هذه خدمته هذه عادته. وهو كيما تيقول مع العشرة مشي يخدم، مع العشرة تيمشي يجيب السكر وتيم واحد الحانوت تيدير لك الخدامه مولفين. هو الشاف ديالهم كيما قال، ولكن شاف هذه زاب الطوموبيل، شاف عينه في عينها وهبطات، لان ديك الطريق تدوز بزاف، الطريق تدي الطريق الوطنيه تدي، ولكن شافها وجه وجه. ولما تاكد، باش تاكد، لما تبع مول الطوموبيل بالموتور، مول الطوموبيل تدق، مع ان هذاك عنده موتور مزيان، عنده واحد الموتور ديك ابريا وتيجري به، ولكن ما شدوش، والحمد لله ما شدوش. وقال لك اسيدي مشيت للحمام لقيتها ما كاينش في الحمام، صافي عرفتها مشات تخبى عند دار السام. قلت له دابا كون وصلتي على عند دار السام ولقيتيها تما، يمكن قبل ما تهضر معاه وتكلم غتيري فيها انت راه فاتي، راه تابعيني يا سيدي تابعيني. وديك لي ريح دابا جلسنا. ذكرنا مع سيد وكيل الملك، خبرنا بالقضيه، قال لك اودي التعليمات اللي كاينه غتصنتوا لي في المحضر القانوني وتصنتوا لديك اختها. حيت اختها قالت لك ما جاتش، اختها ما جاتش، ولكن لاحظنا حنا واحد القضيه بان اختها فاش كنا في الدار تتقول لامها شتي بنتك شتي بنتك شتي بنتك، اش تنقول لك، شتي هضرتي فين وصلات، شتي هضرتي فين وصلات. اذا هذيك السيده شاب ماشي ريحه، هذيك الاخت شاب ماشي ريحه، عندها شي حاجه على اختها، عندها شي مؤاخذه، عارفه عليها شي حاجه، حيت تتقول لهم واش قلت لك. صدنا الراجل، عفوا الراجل تيقول في المحضر ديالو الكلام اللي قلت لكم اسيدي، انا خدام تنمشي مع 7 الخدمه، تنجي حتى 5 العشيه، تنتغدى تما كذا كذا، مرتي مشات للحمام، انا شفت واحد السياره، هاد السياره هاد النوع ديالها عطانا بانها 240 بيضه، 240 بيضه مرسيدس وكذا كذا كذا كذا، وتعاود لينا. وجبد واحد الورقه من جيبو وقال لك اسيدي هاد الرقم ديال السياره ها انا مخيدو، انا من شتو هرب عليا، وقفت وقيت النمره، وهو تيخدم ديك الخدمه، وتما كاين داك الكارير تيخدم، ومن حسن الحظ عنده واحد ستيلو ديالو يمكن باش تيقيد في الاشغال وداك الشيء، وقيت الرقم ديال الطوموبيل. قلت ليه واش هذا الرقم انت متاكد منه؟ قال لك متاكد منه. اش من نوع ديال الطوموبيل؟ مرسيدس. اش من مرسيدس؟ 240 240. ما كاين باس. هنا اتصلنا مع وكيل الملك، عطانا التعليمات فيها بان ناخذوا ليه السلاح ديالو، ناخذوا السلاح ديالو، هذيك الجويجه ولا نقولوا الكرابين، وتصنتوا ليه بحال القانوني، وطلبنا منه باش يجيب لنا الاوراق ديال السلاح، اي رخصه ديال حمل السلاح، لاسيرونس ديال عنده سيرونس، هو تيقول هو صياد، وقال الوراق عندي. قلنا ليه غتمشي تجيب لنا الوراق ديال هاد الجويجه. قلنا واخا. صيفطنا مع الدري ديالنا، مشاو معاه، قلنا اون سي جامي يمشي ويلقى المراه في الدار، ربما يلقى في الدار ويدير شي مصيبه. مشينا معاه، مشاو مع الاخوان، مشاو وجابوا ورقات عنده اوريك، جابهم صلاه على النبي. قلنا شوف اسيدي الله يكثر خيرك، دابا غنقول لك واش بغيتي القانون ولا بغيتي دير القانون ديال يدك؟ انت راك انت غدير القانون ديال يدك، وغتمشي ب 30 عام ولا بمؤبد، تمشي للحبس وتبقى في الحبس كون قتلتيها. الحمد لله ما قتلتيهاش، درتي القضيه في يد المخزن، درتيها في يدينا والصلاه على النبي. دابا انت غتمشي عند وليداتك وغدا غتكون عندنا، الا جات تكون عندنا، ما جاتش تكون عندنا. الا جات علمنا، قلنا ها هي جات، الا جات قلنا ها هي جات، نعرفوا واش غنديروا. حنا اش غدير في هذه الحاله هذه؟ واش نديروا معاه بوليس في الدار يجلسوا معاه هذيك الليله؟ واش نشدوا عندنا؟ اسم القانون تيعطيونا نشدوا عندنا، وعنده 2 دراري في الدار. هذاك الكلب اللي قتل هذا غيدخل في المسطره اللي غادي نبحثوا فيها وغنديروا فيها انه قتل الحيوان وكذا كذا كذا، هذه من جهه اخرى. ولكن اولا السيد خصو عنده ضمان الحضور، السيد خصو يمشي لدارو، وغدا يفرج الله. قلنا ديك المراه تصنتنا لها، خدت مراتو تصنتنا تقول راه جا ودخل الدار وكذا وكذا، ماشي تتشكي به، لا غير تقول اسيدي جا دق، قال لك فين اختي، بقى تيقلب الفوق والتحت كذا كذا، بغى يطلع للسطح، الكلب وقف ليه في وجهه ضرب في الكلب. وتتقول هي سيدي ماشي مشكل الكلب، ماشي مشكل، حنا ماشي مشكل، الحمد لله ما لقاهاش، الحمد لله ما قتلاش، لا انا ما حضر. ولد انا ما حضرت، يقول هذا الكلب ديال واحد صاحبي عطاه ليا وانا بغيت نربيه وكذا كذا كذا. مشاو في حال انتظروا الصباح، ولكن ديك الليله كنا بيرماناس تنقولوا يا ربي، لانه كنا حنا غادي نطلقوا مع 9 الليل،
تنقول يا ربي فوقاش وصلت سعود غنمشيو فحالنا، غنمشي يدير شي مصيبه مع سعود ونطيحوا فحالنا ونجبدوا فيها حتى الصباح. ان هذيك المصائب حنا تنعرفوهم. درنا مع السيد يجي عندنا لغدا، ودرنا معاه باش يجي عندنا الشرطه القضائيه. يعني القضيه خدات الشرطه القضائيه، واخا ان الدائره هي اللي شاده البيرمانونس، حنا تنكونوا مع الدائره، ولكن القضيه غدوز الشرطه القضائيه. درنا معاه يجي عندنا لغدا، ورينا فين يجي. جا هو وجات اختها، جاو بجوج، وجات امها هذيك المراه كبيره جات معاهم. قلنا لك لا فين داك الكلب فين وصل؟ قالت لك سيدي راه داو دفنوه، داو هو وصحابو دفنوه. لا ما كاين باس، قضيه ديك هضره اخرى. ذلك اللي يطلق السلاح على الكلب وسط الدار كذا كذا راه عاد معاقب عليه قانونيا، ولكن هادشي من بعد. المختك فين ما جاتش يا سيدي. قلنا لي عندها فين تمشي؟ سيدي العلم لله، حنا ما عندنا حد هنايا، ما عندها فين تمشي. راه عندي اختي اخرى ساقت اخبار وراه جات هي وراجلها، قالت ما عندهمش وما جاتش عندهم، وهما راه واقفين قدام باب الكوميساريه. قلنا واحد بغيتي سير عيط عليهم، سير وريه سير عيط عليهم. مشى خرج عيط عليهم، تدخل واحد اختها وواحد راجل اختها اخر، ولا عندنا الام وبناتها بجوج ورجال بناتها بجوج جاو، وداك الدري بدينا في البحث. والراجل هذاك راجل اختها اللي جا جديد هو مراته ما جاتش عندهم، ما جاتش عندهم، ما تحملش انا المسؤوليه، راجل تيهضر معقول، ما جاتش عندي وما تبقاتش في داري، وكون جات عندي انا صدعنا ما نقبلهاش، ما جاتش عندي. واخا اختها تقول لك ما جاتش في الليل، اختها تقول ما جاتش في الليل وشاده فمها، شتي بناتك، شتي هذا، شتي كذا، شتي طاطا، كل ساعه تنسكتوها بحال ام ساتر على بناتهم شي حاجه او مستراهم او كذا، الله اعلم. فين تمكن مشات هاد البنت؟ الله اعلم. فين عندكم بلادكم؟ صراحنا دابا داك الدار صراحنا ما يمكنش تمشي تصرنا، يمكن قلنا لهم ربما هربت لتم، ربما هذه اكدنا بان كانت في طوموبيل، هذه السيده كانت في السياره، عطونا سميتها، خدينا كنيتها وخدينا سميتها وتعرفنا على لاكارت ناسيونال ديالها وداك الشيء، وقلنا لهم بون غتجيبوا لنا التصويره ديالها، جيبوها لينا. علاش؟ هاد السيده دابا ولينا في هضره اخرى، لان ما جاتش للدار، ما عرفين مشات. اولا غنديروا البحث لفائده العائله، من راجلها غادي نديروا البحث لفائده العائله، ماشي غنديروها روشيرشي يعلم الله حنا واش كانت مخطوفه ولا كانت راكبه في الطوموبيل، واش هي ماشي هي وتخرج شي حاجه. نديروا معكم حضر نديروا البحث لفائده العائله، وفي انتظار نشوفوا اشنو غيوقع. المهم هذوك الناس مشاو بحالهم، حنا وصل الوقت اللي وقفت الخدمه وخا مشينا في حالتنا. مشيت انا لداري، عيط عليا الرئيس ديالي اللي معايا في لابريكاد، قال لي خرجتي؟ نعم. عيط لي مع شي 10 د الليل، قال لي خرجت؟ نعم. قال لي فينك؟ قلت له في الدار. قال لي اجي راه ولدات. حنا هاد بوس عندنا ديك ولدات هي متى تكون شي حاجه صغيره حتى تكبر، ديما حنا بوس تنقولوا اجي با راه ولدات. قال لي راه ولدات اجي. قلت له فينك دابا؟ قال لي اجي انا في لابيجي يا صاحبي، اجي عندي لابيجي، اجي للبيرو. مشيت للبيرو، دخلت تلقى واحد جوج ديال الدراكيين جالسين في البيرو. السلام عليكم. السلام، بخير صحه لاباس كذا 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 كذا. قال لك اودي راه هاد الدراكيين جاو يبوانتيو واحد السيده لقاوها مقتوله، وجاو يبوانتيوها خداو البصمات. كان ديك الساعه الدرك الملكي عندنا حنا تيجيو يبوانتيو في لاكارت ناسيونال في المدينه، تيجيو الجدرميه اللي حدانا تيجيو للمدينه، تيجيو بوانتيو على لاكارت ناسيونال على شي واحد. تيجي قال لك اودي راه جاو بوانتاو واحد خيتي لقاوها ميته وجاو بوانتاوها. عرفتي شكون؟ قال لي. قلت له شكون؟ وقال لي هذيك مرت داك خينا. اواه. قال لي والله العظيم. قلت لك الجدرميه فين لقيتوها؟ قال لي ودي كاين واحد الرافع عندنا تما، كان واحد الطريق طالعه في واحد الجبل، وبجنب ديال داك واحد الكوديه عاليه، وبجنب ديك الكوديه كاينه واحد الهبطه كبيره، ولقاوها لتحت في الهبطه طايحه. قال لي عاليه هذيك، قال لي تقريبا شي 40 متر، وقينا لتحت طايحه بحال رماها شي واحد من الفوق. قلنا ليه مرت هذيك، قلت له الشاف واش ديك خيتي اللي نوض على سطال باه؟ قال لي يا شداها لتما، شداها لتما هذه، شنو تدير تما؟ قال لي قلنا له نمشيو معكم. مشينا معاهم، تلقاو السيده مضروبه في وجهها، الجهه كلها مضروبه، ضربه شي طيحه ولا ضربه ولا والله مضروبه، واحد اليد ملويه، اليد مهرسه تما، مقتوله. حسب المعطيات اللي عندنا في التعريف
ديالها اللي الهويه ديالها اللي عطاتنا العائله هي هذيك، حتى البصمات ديالها اللي خداو الدرك هي. اتصلنا بسيد الوكيل العام خبرنا بهذه القضيه، قلنا له ودي راه هذه القضيه هذه راه البارح اش وقع. جا واحد الراجل قتل واحد الكلب كذا 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 كذا، تيقلب على مراته شاف مع شي مول الطوموبيل. عاودنا القصه كلها، قالنا خذوا انتم القضيه، خذوا انتم، لان باديه من عندكم انتم. خدينا حنا القضيه، الجدرميه مشاو في حالتهم، حنا شدينا القضيه، اي الجثه ولات حسب علينا عندنا حنا. هنا عاوتاني رجعنا الراجل قلنا له ودي واش انت متاكد من الطوموبيل اللي كانت فيها المراه وكذا؟ قال لك انا متاكد منها سيدي. 240 240 سيدي سبيضاء صافي الصلاه والنبي. قلنا له ودي نقول لك واحد القضيه، مرتك راه مقتوله، ماتت. كيفاش ماتت؟ بقى يضرب في راسو. وبقينا دابا حنا واحدين، السيده ما مضروباش بالقرطاس، السيده مضروبه في واحد البلاصه خارجه على المدينه، السيده مرميه بواحد العلو طيحه الارض. حنا راجلها ما شكيناش فيه، واش راجلها زعما غير بداك الوقت القصير اللي مشى عند الحمام ومشى هادي مشاو تما قتلها، ما يمكنش. ولكن هذا مول الطوموبيل 240 عندنا الرقم ديال السياره. مشينا تنبوانتيو السياره، عطاتنا مولاها. شكون هو؟ مشينا عند مولاها الدار، ما لقيناش. خرجنا واحد المراه تتقول بانه راجلها. قلنا لها ودي فلان قالت لك راجلي هذاك. قلنا فينا ولدك؟ ما كاينش. قلنا اش تخدم؟ قالت لك تيترزق الله. كيفاش تترزق الله؟ تيترزق الله. شنو تيترزق الله؟ في الخدمه اش تيدير راجلك؟ قالت لك هو من حافظة القران وتيعالج بالقران، تيدير رقيه شرعيه. قالت لك لا هو فقيه. فقيه هو، قولي فقيه لان امراه بقات تتراوغ على المهنه ديالو، تترزق الله كذا كذا. انا كنت نهضر معاها في ذاك النهار بحال عصبتني شويه. قلت لها فين عنده المحل ديالو؟ هنا في الدار. قالت لك لا، فين كاين المحل ديالو؟ قالت لك ورا السويقه. يلاه معانا. قلت لك انا ما بقاش نخرج. علاش ما تخرجيش؟ وعطينا اللي غيورينا المحل ديالو. تعرفي شحال يوري المحل ديالو؟ قلت له نعيط على خويا، نعيط على خوك. دخلنا للطوموبيل بقينا تنتسناو. السيد خلينا تما في البيرو مسكين تيبكي تيغوت. جا خوها قال لك يلا نوري لكم. خوها هضرت معاه، قلت له خويا اش تيدير نسيبك؟ قال لي فقيه تيداوي بالقران وداك الشيء. مزيان خويا. فين عنده؟ قال لك المحل. مشينا تما لقينا المحل مسدود، ما كاينش هو تما. تاكدنا بانه ما كاينش لداخل، عندنا بقينا تنطلب من فوق لتحت ما كاينش داخل تما. قلنا لي شوف الله يرحم والديك، بلا ما يزيد يكحلها ويزيد يخربقها ويزيد يدير شي مصيبه اخرى ويهرب ولا يبغي يهدر. عنده وليداته شحال عنده الدري؟ 3. هكاك. الطوموبيل ديالو واخا الا كان هو يجي عندنا، ما كانش هو كان مسلف هذا شي واحد يجي عندنا. المهم حنا غنخليو ليه استدعاء، وراه ملزم باش يجي عندنا، راه ملزم. ثاني حنا نبغي نحيدو شريك مواد عمي، غنمشيو ليه غدا في الصباح في العشيه، بلا ما يعذبنا ويعذب راسو. يجي واجه يقول اشنو كاين. رجعنا خبرنا النيابه العامه بهذه الخدمه اللي درنا، قلنا بان عثرنا على السياره اللي تيتمثل بانه كان فيها وداك الشيء، والسيد درنا معاه باش غيحضر. قلنا لديك اختها، قلنا لها شوف دابا حنا غنتسناو التشريح الطبي، لان السيده غدوز في التشريح الطبي، ومن بعد التشريح الطبي غنسلموكم الجثه. هذيك اختها قالت لي بغيت نهضر معاك السي خراس. قلت لها هي لا بغيت تهضري معايا انا؟ قلت لها بون هضري مع الرئيس. ها هو. قلت لي نهضر معاك. قلت لها خرج السيد الرئيس. قلت لها هادي بغيت تهضر معاك. هو نوض قال اجي برا. خرج مع الرئيس وخرجت معاه انا، لان الرئيس غادي يقول شي هضره مهمه، هو المسؤول الاول في لابريكاد، هو اللي خصو يعرف اش غتقول ليه. قالت لنا سمعتوني انا من نهار جيتو عندي وانا تنغوت ولا تنخاصم وانا تنخاصم. قلت لها هي. قالت لك هذاك راه فقيه. شكون هو؟ مول الطوموبيل. راه فقيه، راه مابغاش تبقى نهضر قدام راجلها. قلنا لها باش تعرفتي فقيه؟ قالت لك سيدي انا واحد النهار خرجت انا وياها وقالت لي غدا لواحد الشهور يلاه معايا، وهي دينا عند هذاك الفقيه مول الطوموبيل 240. وبقيت قالت لك تسنى واحد السيد هو غيجي دابا عندي بغرض، هو يوقف داك مول 240.
وقال لك زدت معها. السيد جبد داك الكتوبه، لا سلامتك كذا كذا، جبتي ديك الصخره، قالت لي مداتي الفلوس، قالت لها مالك، قالت لها الراجل غيفلت ليا من يدي. قالت لها انا راجل غيفلتك من يدك، قالت لها راجلي ولا، قالت لها غير الثمره والعذاب والروينه اش غيفلتك من يدك، اش بغيتي انت بهذا الشيء هذا؟ ناض هذاك الفقيه تتقول هي، قال لها تسني عافاك انت قدام الباب، علاه اختها، هي تقول اختها نوضي خرجي، نوضي نمشيو بحالنا، نوضي، قالت لها غتسناي، قالت لها نوضي خرجوا بحالنا، وهي تخرج. خرجت هي وياها، تتعاود قالت لك واحد النهار كانت في السويقه خارجه بوحدها الاخت، قالت لقيته واقفه معاه خدامه تهضر معاه، وانا من سمعت بانه مول الطوموبيل 240 عرفتو هو داك الفقيه. ما بغيتش نتسرع ونقول لكم الهضره، صافي دابا بان كلشي. تصنتنا دوك الناس، قلنا لهم السيده راه ماتت وراه غنعلموكم فوقاش غتجيو ديوها، والبحثوا جانب في هذه القضيه هذه، حنا تنبحثوا نتسناو الاخر يجي. فعلا الاخر النهار الثاني جا عندنا، وجا في الصباح، وجا مع التسعود، وجا لقيتو انا واقف في الكولوار. قلت له شنو عندك شريف؟ انا ما عرفتوش، ولابس جلابه، وقال لي ودي انا راه استدعيتوني باش نجي لهنايا. قلت له تفضل، شكون انت؟ قال لي انا استدعيتوني جيتو عندي للدار. انت هو الفقيه، مشيت عندك الحانوت. هي جلس تفضل تفضل سي تفضل. حنا نجلسو، قلنا ليه قول سيدي انت مول الطوموبيل؟ قال لنا اي انا مول الطوموبيل. انت اللي كانت معك السيده؟ هو يقول لي شكون السيده؟ وانا قلت ليه شوف الله يرضي عليك الله يرضي عليك، راه حنا السلطه القضائيه هذه وحنا لابيجي، وها المعلم ديالنا غيدخل دابا، والمعلم ديالنا راه ميبقاش يصبر لك اللي غنصبر لك انايا، راه اللي كاين غتقولو. انت راك انت مركب هذيك المراه، وانت راه شتي راجلها فاش كان بالموتور، وراجلها راه شافكم وراه قشعتي وقشعكم وتبعك بالموتور، وهربتي وزدتي، ولكن من هربتي انت وديك السيده هنا اش وقع؟ السيده مقتوله، سمعتي؟ السيده مقتوله، هادشي اللي بغيت تعرف، سيده ميته، ماتت السيده. انا تهضر معاه، هو يدخل الشاب، دخل السلام عليكم السلام، مشى البريكاد ديالنا، دخل السلام عليكم السلام، كان راجل تعرف اش يدير، راجل بيجيست تعرف اش تيدير. قلت لي هذا هو، قال لي بديتي معاه كمل معاه. قلت لي لا راه نعطيك انا غير البدايه، اش قلت ليه قال لي واخا. قلت فاسون جلس هو، جلسنا حنا، بدنا نعاود لنا سيدي اش وقع. قال لك اسيدي انا سقت الخبار، سقتي الخبار ديال سقتي الخبار ديال انها ماتت. شكون اللي قال لك بان سقتي الخبار انت مات؟ شكون اللي قال لك؟ وسقط الخبر بان السيده توفات. شكون اللي قال لك؟ فين خرجتي هاد الخبر هادي انت؟ حنا مشينا لدارك عند مراتك ما قلنا لها والو، مشينا مع نسيبك للحانوت ما قلنا والو، خلينا لك استدعاء انت جيتي، شكون اللي قالها لك؟ هذوك العائله كانوا هنا راهم خرجوا واش تلاقاو بك العائله ديالها؟ قال لك لا ما تلاقاوش بيا. واشنو وقع؟ قال لك انا رجعت للبلاصه فين لقاو الجدارميه، وقال لي الناس بقيت تما تندور نتبرم، سقط الخبر قالوا لي الناس روح السيده لقاوها ميته هنايا وهذا. وشنو وقع لك بالزربه؟ قال لك اودي انا ما نكذبش عليكم، انا فقيه وهذيك السيده جات عندي واحد المره وبغات واحد الجدول بغاتو باش يكون عندها القبول مع الزوج ديالها مع رجلها. لا عندها شي مشكل مع رجلها، كان عندها مشكل مع رجلها، وراجلها سيدي يمكن بغا يتزوج عليها ولا الله اعلم، وقالت لي انا خفت راجل يتزوج عليا، ودرت لها واحد الكتاب، وبقات يمكن جاب الله فيه التيسير زيد، وبقات تجي عندي مرة تجي عندي. وعلاش تجي عندك؟ وقال لك تجي عندك بحال هكا شي وحده قريبه ليها من الفاميله او شي صاحبتها شحال تجيبها ليا. هادشي اللي كاين، تجيب لي بحال هكا شي واحد من العائله ولا شي واحد تعرفو مريض او شي واحد باغي شي حجاب ولا شي كتاب تجيبو ليا. اذا ولات خدامه معاك، وماشي خدامه معايا تجيب لي الكليان وصافي، خدامه معاك تجيب لك الكليان تجيب لك الناس، ولا الى هذه امراه هذه كذا هذه كذا. هادشي اللي عندك، هادشي اللي كاين صافي، هادشي اللي كاين. واش كنتي دير انت وياها في الطوموبيل؟ كانت معاك المراه في الطوموبيل، كنتي دير انت وياها؟ علاش هربتي من راجلها؟ علاش؟ وقال لي اش غنقول لكم، انا اللي عطى الله عطاه، انا كما نخبي. قلنا لي ما عندك ما تخبي، هذه راه روح هذه،
ودير انت وياها اللي درتي، ولكن خصك تعرف اشد ما كاين في هذه الجريمه هو القتل، هي الروح. اما الشيء الاخر اللي عندك بعلاقه حنا غنجبدوا كل شيء. وقال لك اودي انا وليت انا وياها، ولات خليله ديالي، ولات صاحبتك. ايوا قول لك صاحبتي. ايوا اش كنت دير؟ قال لك حنا بحال كم تنخرجوا تمشي لواحد المحل عندي شويه على الروبيه خارج من هنا، تمشي انا وياها، انا ما نخبي عليكم. وراه اختها عارفه، اختها عارفه، عارفه اختها، هي تقول لي اختي عارفه كل شيء، وشحال من مره لقاتني معها وسلمت عليا وكذا وكذا. هنا تيبان لينا بان اختها لما كانت تتغوت مع ما تقولش شي بنتك، ولما كان نقول لكم الحقيقه، ولما كان لقيتو معها واحد المره اختها كانت عارفه، هو كان عارف بان اختها عارفه، وربما هذيك اللي ميته عارفه بان اختها عارفه. اللي ما عرفش هو ذاك الراجل المسكين، هو اللي ما عرفش. قلنا له يلاه معنا، خرجنا معاه، قلنا له ورينا فين تديها. دانا خرجنا على المدينه، كاين واحد فلاحه، كاين شي زرادي، دخلنا واحد لابيست، مشينا لواحد المحل تما، لقينا فيه واحد السيد تما حتى هو ساكن تما، زوفري بوحدو، تيصاوب النعناع وتيصاوب ما شي دوك الجزرادي البحيرات الصغار تيخدمهم. وقال لك هنا ساكن، قال لك هاد الارض ديالي، ديالك هاد الارض وهاد السكنه، قال لك السكنه ديالي. فيك تجي انت ويا هنا؟ حل الباب، دخلنا، كاين واحد البيت فيه هنا واحد الفراش، فيه فراش هنايا، فيه واحد الطابله، فيه تلفزيون، فيه واحد الثلاجه. واحد الدري ولقى واحد الصاك صغير، حلوه كاع، شافوه لقى فيه مكياج وفيه هذا. قلنا لي انت مزوج؟ قلنا ايه مزوج. ايه وهاد الصاك ديال قال لك راه ديالها، كانت خلاته هنايا، تتخليه هنايا، مخليه واحد الصاك تما داير فيه الدوزان داك المكياج وداك الشيء. وعاودين داك الشيء كيوقع، يلا عاودين دابا كيوقع، عاودينا. قال لك كنا مشينا، المهم انا عارف راجل تعرفو مزيان، وهي تتعرفو، وهي راه شافته وشافها الوجه في الوجه، لان حنا كنا دايزين من تما وما نويناش نتلاقاو به. واحد الطوبيل كانت قدامي، رالونتيت هو بالموتور، ما بغا يقطع، شاف فيا شفنا فيه، قال لك صافي ما رجعش للدار، بقات تتغوت في الطوموبيل. هو تابعنا، تنقول لها هو تابعنا، وهي بقات تضرب لها في خاطرها وتجر شعرها، ويلي خرج راسي، او تتغوت. قال لك انا المهم كنت غادي بان قالت لك ما دينيش للدار، والو ما مشيتش للدار، ما بقاش عندي ندخل لداري، غيقتلني وراه عنده سلاح، وراه غيقتلني، وراه كذا، وراه غيقتلني، ما دينيش للدار. قال لك بغيت نردها المحل ديالي تما، نخليها تنشوف الامور كي تخرج. قال لك ما طلعنا في هذه العقبه هذه، كان واحد القنطره صغيره طلعنا. قال لك واحد الوقت يتحل الباب ديال الطوموبيل وانا غادي نجد، هذا الباب ديال الطوموبيل طرمات من الطوموبيل وطاحت لتحت. واش درتي؟ قال لك انا كملت الطريق، انا خفت خشي طوموبيل تشوفني، كملت الطريق، مشيت حتى المحل عندي، وخرجت من تما ودرت ورجعت عندي للدار عندي، وخليتها نسى الدنيا، وطلعت تما ومشيت نسول، قال لك لقاو شي وحده ميته عرفتها هي. اذا هو كان غادي معها في الطوموبيل، وهي تتغوت ليه في الطوموبيل. هذيك الفضيحه تفضحات، وخدامه تتغوت حسب ما تيقول هو، وتقول من طلع ديك لابونت تحل الطوموبيل وغادي بسرعه، لانه باقي خايف، ربما تقول الاخر يتبعني في شي طوموبيل شي حاجه، باقي خايف على الطوموبيل. طرمات من الطوموبيل، تكركبات طاحت لتحت. كاين واحد تاك معدل شي 30 متر 40 متر، كاين تما الحجر، هذيك البلاصه مطلعين الطريق باش يوصلوها لواحد القنطره، مطلعين الطريق، كاين واحد الحافه تما والطرمات. طب شرعي لوطوبسي داروا لها، تيقولوا عندها فراكتور في الراس، عندها فراكتور، ضربه في الراس، فراكتور ومهرسه من يديها. حسب المعاينه ديال الدرك الملكي تيقولوا السيده طايحه وعلى راسها، اي ميته وطايحه هكا ويديها مهرسه تحت منها. هذاك السيد بحثنا معاه، قلنا واش قتلها؟ ربما وجرمها تما. قلبنا ليه الدار ديالو فين قال لنا داها، قلبناها مزيان، لقيناها مرتبه، ما لقيناش شي حاجه اللي هي مرونه، ما لقيناش شي اثار ديال الدم. دينا لنا التشخيص القضائي، ربما يكون قتلها تما وداها. قلبنا الطوموبيل مزيان، عمقنا البحث مزيان، وتاكد لنا بان السيد فعلا بحال هو غادي بديك السرعه، والسيده طرمات انتحرات، لا بغينا نقولوا انتحرات، او شوف شنو في نيتها.
هو تيقول طيله الطريق اللي غادي بها وتنتف شعرها، تنتف شعرها وتضرب وتنتف تتغوت، خرج على راسي، خرج على ولادي، خرج على كذا، خرج على كذا، خرج على كذا. هذاك السيد من بعد دخل للطوبسي وتيقول بان عندها فراكتور الراس هنا، ديك الضربه اللي شفنا على وجهها ولا داك الشيء، تيقول بان فيها الحص في شعرها، الحص ديال داك الرمل من تحت، تيقول فيها الحص ديال شعرها. السيد قلبنا ياك ما فيه شي خدوش او قمش او كذا، ما فيه شيء. شاد في كلامه بان طرمات ليه من السياره، شاف هذا الكلام ديالو. الطبيب ما عطاناش بانه شي عنف شي اداه، ما قالش بانه مضروبه بجنويه بموت بشاقور كذا 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 كذا. هذيك البلاصه واش يمكن لا تحسب منها تموت؟ تموت، واخا حيطيح منها الواحد غير ينقز من تما، واحد يجي مثلا من ديك الجهه ونقز مثلا على خاطرو ويترس من رجلو ولا يترس من ظهرو ولا شي حاجه اللي هي تتحمي الواحد ما يطيحش. ما كاينه شيء، ما كايناش. كاينين واحد الحديدات دوك اللي تلصقوا فيهم داك الكارد كور، داك الامانيو تلصقوا بالطوط باش ما يتيجكتاوش، محيدو شي حد بقاو غير الحديدات خاويين، شي واحد سارقو. السيد عطيناه الجثه ديال مراتو، مشى دفنها، مشى دفن مراتو. ولكن هنا ما بقيناش قادو نهضروا معاه على علاش قتلتي السلاح، علاش قتلتي الكلب، علاش قتلتي، انه ما جات شيء. نقولها نذكروا فيها وكيل الملك، درنا غير في الديباجه ديال القضيه باش مشينا وباش انتقلنا وباش مشينا لتما ولقينا كلب ميت وداك الشيء. ولكن ما بغينا شيء ناخذوه قتل الحيوان وكذا 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 وكذا. هذاك السلاح واخا ديال السلاح بقى عنده، لانه خلينا عندنا حنا وداو في المخزن ديال الاسلحه اللي في الكوميساريه، بقى تما انا من بعد ما عرفتش شو وقع بداك السلاح، نخليوه تما. ما بغيناش نسلموا السلاح ديالو، خفناه يدير شي مشكله في راسو او في ولادو او بشي العائله ديال نسابو، يتهمهم بشي حاجه ويدير شي مصيبه، الناس يبقى هو ولادو. هذاك الفقيه قدمناه رغم ان مراته تتقول تخيل الجوجيه تنازلت ليه باش تفلت، ولكن المحكمه ما رحماتو شيء وخدات 3 سنين ديال الحبس. غيقولوا الناس هنا وا 3 سنين، واشنا هي 3 سنين؟ 3 سنين ما قتلهاش، لا ما قتلهاش. الفساد كاين تنازلت ليه مراته، الفساد كاين تنازل ليه مراته. هي تعرفت معاه او تصاحبت معاه على الطريقه ديال الخدمه ديالو ديال الفقيه، اش داها تما. واش مشات مع شي وحده وتعرفت معاه تما، تعرفت معاه مشات مع شي وحده، واش مشات معاه هي نيت على شي غرض؟ ولكن حسب البحث اللي درنا مع ختها ومع رجل ختها ومع خذها، هذاك الرجل مسكين بعيد على داك التخربيق ديال اللي يمشي مع العيالات ولا غيتزوج عليها وداك الشيء بعيد. يمكن لها كانت بغات تسحل شي واحد اخر، هي شي واحد اخر، لان اللي عوج. وتما تعرف مع هذاك الفقيه، تعرف مع واحد الحد اللي زعما ودات اختها عنده، زعما اللي اختها عرفتها معاه، ولا عارف اختها ولا عارفاها معاه. لان في الخط نهضر مع اختها قلت لها وانت راكي عارفاها، ما بقيتش تقول نهضر، قالت كان عارفاها معاه. انا ما شفت هذيك المره دخلتني عنده ولقيتها تتوقف معاه، ماشي مره واحده، شحال مره لقيتها؟ ولقيتها شي 2 مرات، اذا لقيتها معاه وراه شي تنغوت على امي. واش غندير نفضحها وهي اختي وعندها وليدات؟ اذا عارفها معاه. ولكن السيده عارفه راجل تيسوى، عارفه راجل، لان كون عرفاتو قميمه كما تيقولوا وما تديهاش فيه ما تتخافش منه، كون رجعت للدار وجبهاتو تقول لي السيد هزني ولا كذا في سبيل الله ولا مشيت غير هنا وتغوت لي في وجهه، عرفاتو واعر، عرفاتو خطير، عرفاتو يقتلها. وحنا من لقينا ذاك الراجل، لقينا واحد الراجل كامل وراجل بنفسه حاره، انه ولا في واحد الحياه هيجان وخافت منه، عرفاتو واش تيسوى. ومع ديك السرعه ديال الطوموبيل طرمات، شوف طرمات من الطوموبيل، ظنيت انا مشات من اجل انتحار وكان لها ذلك وانتحرت. والاخر كما قلنا مشى للحبس. وبزاف العيالات تيتبعوا هاد الفقهاء، وبزاف العيال طاحوا في خيال الزوجيه مع الفقهاء. هاد انا ما تنقولش فقهاء بمنهم دوك الشيوخ اللي تيحتونا تنشوف هادو في الدين ويتكلموا في الكلام ويديروا هذا. انا تنقول فقهاء دوك اللي مقابلين ديك الكتيبات اللي تيخدموا مزيان. اما اخرين مسكرات تيصليو وتيهضروا في الحديث والدين وكذا والرسول وهذا صلي وسلم وداك الشيء، هذوك لا بعد لا. تنقول دوك اللي محوينتات وبنيتقات وبيتات ودويرات، دار معزوله وديال شي وحدين تيمشيو يجيبوا لي العيالات وتيخطوا دير لي البخور، دير لي كذا، دير لي كذا. هذوك خرجوا عليه، شحال من مرة خرجوا عليها، شحال من مرة خرجوا عليه، وشحال من مرة خرجوا عليه، شحال من مرة حمقوه. هذوك اللي تيخدموا ماشي كيتسمى الرباني والشيطاني. الرباني فقال تيخدموا الرباني، تصنت ليهم. الرباني
هما ديك الفقهاء اللي كان تيجيو عندنا للدار بكري، عقلتوا لما تنمرضوا حنا في صغرنا، يمكن نتوما المغاربه كلكم عشتوا في هذا الشيء، ولكن تنذكر الناس اللي في لاج ديالي واللي قدي، حنا في صغار كان تيمرض شي واحد عندنا في الدار، حنا عمرنا عيطنا على الطبيب للدار. راه كانوا عندي عندي 5 الخواتات وانا عمرنا ما عيطنا على الطبيب للدار، ما عمري ما عقلت انا على الطبيب دخل عندنا للدار. يمكن بعض الناس غتجي هادشي غريبه، الناس اللي تيقولوا الطبيب الو الدكتور اجي عندنا وتيجي، حنا لا، اما تمشيو عنده الديسبونسير ولا سبيطار الدوله، اما شي حاجه ليرجونس شي واحد فينا الدرسه ولا تيغوت ولا السخانه ولا كذا، تمشيو نجيبوا الفقيه اللي في المسجد اللي تيقرر القران باللوح واللي تيقرا الجلب واللي تياخذ الاربعيه والحديه واللي تيصلي بالناس داك الجوامع الصغير، تيجي عندنا وتيدخل وحنا صامتين وتيتعشى معنا وتيجبد داك الكاغيط ديال قالب سكر قاغيط زرق وتيصاب واحد المجمر صغير وتيبقى يكتب لنا هذا علق يديه في الصوفه كحله، هذا علق يديه في الصوفه بيضاء، وتيدير سلافه ويدير في هذيك القران وتيكتب فيها ذيك الايه القرانيه ويمحي ويكسر هذا، وكنا تنخرجوا لاباس. هذوك تيسموا بالرباني. والدرس غير كان فيه العواقه ولا كذا ولا كذا تيداويو، واللي فيه السره واللي فيه بزاف الامراض كانوا تيداويو دوك الناس اللي قلالو مبقاوش عندنا في المغرب. ولاو هاد صحاب الشيطاني بزاف، هادو تيتعلموا ديك الشيطين ديالهم والنصب والاحتيال، وتيطيع على المراه، سيرتو المراه اللي كانت عندها مشكل مع الراجل وتيدوز ليها من جوايه اخرين، شحال مرة خرجوا عليها شحال واما تطيح شي طيحك بحال هذيك وكذلك يفعلون. وكاك تيديروا خياتنا لان تتعزل مع ديما غير بيت هي وياه وتتقسم معاه السر هي وياه. انا راجل مع امراه وتكتب لها غير بواحد المسد ديالهم داك البيت، تيوقعوا بزاف المشاكل بحال هادو. ها هي مرة مشات الضحيه خدات 2 وليدات ومشات لقبرها، الراجل تيتم مسكين بقى مع دوك 2 وليدات، يعلم الله في غادي كيفاش غتكون الحاله ديالو، يعلم الله كيفاش داير وليداتو. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. وهذه راه افاده، تبغوا شي حاجه الى الله سبحانه وتعالى، واللي بغى يشد يشد بالله، واللي بغى يشد بالله، هذه غير شعوذه وهذيك غير مصائب. والله واحد تيحيد يدو من يد الله كما قلت لكم، المراه تتحد يديها من يد الله وتشد في يد الشيطان. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا ووليداتكم. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خرز عبد القادر، مرحبا بكم. تتلقاو من جديد في حلقه جديده. اليوم واحد المدخل غنديرو دابا، الحياه الزوجيه ما بين الرجل والمراه. كاين بعض الحوايج اللي تيهرسوا الحياه الزوجيه، تيهرسوها تيخرجوا عليها واخا يكونوا والدين 10 دراري بعضياتهم. هي الغيره تتسبب الفراق وتسبب الطلاق. الغيره وحاجه اخرى هو الشك تيدير كارثه. شحال من واحد تيغير على مرتو، تنسميو حنا تيغير عليها وما معنى الغيره؟ تيقول هادي ديالي وملكي وليا بوحدي وما يقرب لها حتى شي واحد، وتيبقى حاضيها في الحركات ديالها، في السكنات ديالها، في اللبس ديالها، في المشيه ديالها، في ماكلتها، في اي حاجه مالك معها وتيغوت معها. درتي هادي ما درتيش هادي، فين مشيتي فين جيتي فين كذا، تيقول لك مالك، تيغير عليها. الغيره ما تيبقى يغير عليها الراجل، تيغير على مراته، ولا المراه تبقى تغير على راجلها بزاف، تغير عليه. شكون هذيك اللي هضرتي معاها؟ سنتي على فلانه، كنتي شافوني العيال قالوا لي كنتي دير زمن اللي خدام تدير تدفع وتترك، انا سمعت شي هضره، انا كذا. والراجل اولا انت هو تيبقى يتهم المراه على هذه كلها حمام، على هذا كلها خرجه، على هو كذا. الغيره تسبب الشك، ولما تدخل الشك في الحياه ما بين الرجل والمراه تتولي كارثه. اما تتشك فيه اما تيشك فيها. اولا تيغير عليها، اولا تيحبها وتتحبه، شويه تبقى تغير عليه، ما تبغيش اللي يقرب ليه، ما تبغيش اللي يجي بجنبه، ما تبغيش تهضر مع فلان، ما بغيش يهضر مع فلان، ما يبغيهاش. شويه هذاك الشيء تتورط وتكبر وتزيد تيولي شك. لما الراجل تيولي يشك في المراه او المراه تشك في الراجل، الشك تيقد يخرج يدير كارثه، تيقد يسبب في الهلاك وفي الموت وشتات العائله. الشك، علاش قلت انا الشك؟ قطعها برات برا، كيما تيقطعها برات برا. حيت واحد ما غيبقى يشك في المراه، حنا نقولوا مثلا الشك في المراه، الراجل غيولي مهلوس،
كل حاجه. تخيل واحد النهار واحد السيد وقع عليه واحد المشكل كبير في دارو، هو تيشك في مرتو، تيشك فيها وحاضي معاها فين ما مشات فين ما جات. واحد النهار دخل هو في صباطو لابس صباطو، دخل بوينتر الكارو في صباطو، لاصقه في صباطو وحط صباطو. واحد الوقت جاي يلبس صباطو بانت ليه بوينتر الكارو دخل هو من برا لاصقه في صباطو. قال لها دير من هاد البوينته. قالت لي ما انا ما خرجتش، انت اللي خرجتي ودخلتي، انا ما خرجتش من الدار. قال لها كيفاش ما خرجتيش من الدار؟ قالت له انت اللي دخلتي لحدا صباطك. قال هاد البوينته كانت هنا في الدار، منين جات هاد البوينته الكارو؟ وتشادوا هاديك البوينته الكارو وشد ديك المراه خلاها ضربوها، وكل هاد المايات ودخلنا حنا طالب التدخل ديالنا حنا بوليس ومشينا على المكان هو هاز الكارو. مالك علاش ضرب شافها انت واش لقيت في الدار؟ يلا سيدي هاي بوينته الكارو. قلت ليه زعما هذا اللي دخل عند مرتك للدار وبناتك الفوق تيقراو، بنات كاينين قلت فيه كانوا في الفوقي وهذه دخلاتو. قال لك راه دخلو ما يشوفهاش. شكون هذا اللي شاك فيه انت؟ اسيدنا عارفه تتخربق وانا شاك فيها وعارفه تدير وتفعل. واش شاك فيها في الزنقه تخرج ولا شاك فيها تدخل في الدار مع ولادك؟ حي شعبي والباب على الباب. انا حسب كنت ما درت هذا البحث هذا تندير معك دابا اخويا انا في هذا الدار وانت هذه المراه نستناو وسائل الاسعاف تجي ديها وغوتونا الجيران. وهاد البنته هذه انت اللي داخل دابا من الزنقه وبنته قديمه دخلتيها ورقيقه دخلت معاك. قالت لي المراه سيدي راه دخل هو بصباطو يلاه دخل وبغا يتسخر يخرج، بغا يتسخر هو يلاه بصباطو. قال لي هاد البنته اش تدير هنا؟ قلت له واش جبدها من جيبو؟ قالت لك لا هو من الصباط شفتها انايا يلاه بغيت نقول ليه انايا راك شوف اش تدخلنا من الزنقه. هو قال لي اش دخل هذا الشيء هنايا؟ لا سيدي البوينته دخل شي واحد كان هنايا. هبطوا بناتو وبنات بعقل واش تقول ابا؟ ايوا ما شفتوش عميين جالسين الفوق ها انت بغا يدخلوا عليك يكميو ليا في الدار، هما بغا يكميو في الدار. ولا صالح ديك المراه ولينا غاديين بديك المراه لوبيتال وداويناها وقالت لك ما نرجعش للدار نمشي للدار عند عائلتي من حقها ودينا عند عائلتها. وبدات قضيه المسطره ديال الطلاق وتدول لك هذا الراجل ما رجعش ليه، راه تيقلب لي حوايجي ويقلب لي صاكي ويقلب لي والخرجات ديالي ويقلب لي تليفوني ويقلب هذا. والوقت اللي كنت انا كنهضر انا وياه في الكوميساريه من جبناه قلت لي عندك شي حجه انت على هذه المراه، شي حجه هازها معاك او خديتيها من الفساد وبقيت شاك فيها؟ خديتها شحال حاشاكم من زباله تولي جامع، واش خديتها من الفساد ربما صلحات؟ قال لك لا سيدي خديتها بنت عائله. واش عندك انت شي شك؟ قال لك مقابله غير المرايا وتصاوب وتقاد فين ما نجي نلقاها مقاده ومصاوبه. واش خدامه هاد المراه؟ ما خداماش. بنات كبار جوج كبار وراه تقد المراه تدوخ ولادها الا كانوا ولاد، ولكن ما تدوخش البنات الا كانوا بنات في الدار، حيت البنات لاصقين فمهم وانت خسرتي لها وجهها وضربتيها وسيكاتريس وكذا وكذا. وباش بهاد الهضره تقول لي راه فين ما تدخل لقاها مقاده دخلت تلقى جالسه في الشرجم. وواحد النهار واحد ضرب مرته علاش؟ دخل الدار حل في الساروت هي كانت تطل من الشرجم شافتو دارت على سلامتك هو مشى للشرجم تيطل تيبان لي في واحد البالكون واحد خينا واقف في البالكون. قال لها ما انت تهضري؟ قالت لي ما تهضرش. قال البالكون. قلت لي هذاك البالكون راه هذاك الراجل ديما تيجلس تما راه الكرسي ديالو. هو يشوف ذاك الراجل دار لي بيدوه الاخر قال لي مسكين شنو؟ قال لي الوالدين فوق بقى تيعاير فيه كذا وبدا يضرب في مرتو وضرب في مرتو طلعت يدق عند خينا. قال لي مقابل لي المراه بالبالكون. هبطوا ولاد داك خينا صحاح هما يصلخوه عطاه قتله. ما قال لك انا حصلتها تطل من البالكون وراجل بعقله مزوج بولادو. الغيره والحسد تيديروا مشاكل واحد ما يبقاش غيسمع. ناهيك على بعض الناس اللي تيخلطوا ما بين الرجل ومراته هذوك ما نذكروهم شيء، هذه قضيه اخرى جريمه اخرى. الشك والغيره الواحد يحيدو من قلبه. النهار اللي غتكون هذه المراه تدير كارثه واحد النهار غتغلط وغطيح، ولا كان راجل تيدير تيخون راه واحد النهار غيطيح، راه واحد النهار يطيح. سير بالنيه والزواج بالنيه، الزواج راه بالنيه واحد يمشي بالنيه. وهاد القصه ديال اليوم اللي غنحكي لكم هاد الجريمه ديال اليوم سببها الشك وسببها الغيره. واحد السيد كان عايش في الرباط وهاد القصه تعرفوها الناس ديال الرباط القدام، وكان راجل كان صحفي
وكان مذيع في الاذاعه، وكان معروف ومرموق. تيقولوا بان مو كانت فرنسيه، ولكن هو كبر وزاد في المغرب وقرا في المغرب ولا مغربي، وامتهن الصحافه ولا صحافي كبير ولا مذيع. وانا لما هاد القصه هذه تعطات ليا عرفت الاسماء، سميتو، عرفت سميت مراته، سميت الصحفيين اللي توما دخلوا في القضيه كشهود، وكان دارت واحد الضجه كبيره. ولكن باقيين بعض الصحفيين حيين، نساء ورجال، ما بغيتش نجبد اسماء ديالهم، وما بغيتش نجبد حتى التاريخ ديال هذه القضيه هذه. ولكن حنا اللي تيهمنا من اللي تشي تنقول هي الاستفاده والعبره. العبره هذا الصحفي اللي هضرت لكم عليه كان تزوج واحد المراه بالرباط، هو رباطي، وتزوجها هي بنت المدينه القديمه، بنت الكزا، بنات دوك الدور اللي كنا تعرفوهم بكري، داك الرياضات وداك الشيء. شوف دوك البنات كيفاش كانوا مخلقين وكيفاش كانوا دايرين في ذاك الوقت، ماشي البنات مثلا ديال الرباط الجديد ديال الفيلات وديال داك الشيء، بنات المدينه القديمه معروفين. وما خرجت المدينه القديمه من الرباط، ما خرجت غير الناس الصالحين. نعم الرباط كاع العائلات فيهم بنات الصالحين وخايبين، غير هذوك كانوا شادين في التقاليد وشادين في العرف وشادين بديك الجوره وشادين بداك الشيء، تيكونوا قليل فيهم شويه، تتكون فيهم العفه اكثر. وهاد البنت اللي خدها هذاك الصحفي هو كان زوين، كان بوغوس، وكان معروف في المغرب، كان معروف في الاذاعه، معروف. وهذيك البنت كانت جميله وخدها على الجمال اللي فيها، خدها من الجمال اللي فيها، وتقرب ليها لان غير شافها واحد المره، وشافها كان تيجي عند شي صاحبه المدينه القديمه، وشافها قال لي شكون هذه؟ قال لي هذيك واحد بنت جارتنا، راه واحد العائله كي دايره عائله ناس الصناعه التقليديه وكذا وكذا. قال لي نتزوجها والسلام. قال لي ودي هذيك البنت شحال جا ليها من واحد، وبا تيقول باقا صغيره. قال لي والو والله ما نطلق منها، واخا نجيب الناس كبار تعرف في البلاد ويجوا عند باها. وهذا الشيء اللي دار، جاب واحد الناس كبار في البلاد وجاوا عند باها وقال له ودي هذه البنت دابا تصان بك، ها هي في 18 عام وكذا وكذا وتتقرا، والراجل راه بغى يتزوج بها ويقريها وكذا وكذا. وكان ذاك الوقت ديك النهضه ديال الثقافه اللي وقعت في المغرب، ديك النهضه ديال بنات البنت بدات تقرا والعيال بداو يقراو، وما بقاش القرايه كانت محصوره على، واخا كانوا البنات تيقراو كانت محصوره في الاغلبيه على الشباب. البنات كانوا شويه يلا تيقراو شويه تيجلسوهم. وديك الساعه بدات ديك النهضه، بداو توظفوا، بداو تيبانوا. وقال لي انا نقريها كما بغيتو وغادي ندير بها اللي بغيتو. وتزوج ديك البنت وجابها لدارو وسكنها بلا ما ندخل العنوان ديال الحي، لانه تو عندي في الحي فين سكنها حدا سينما فوكس، ولكن بلا ما نقول الدار عنوان كذا كذا، هذا سينما فوكس الحي، راه جامع سينما فوكس اللي كانت في الرباط وكذا تعرفوها الناس. وتزوج بها تما وسكنها في دارو. كان الدار ديالو هو واحد لابارتمون، دار التحتي والفوقي ابارتمون فيها واحد الشرفه. دوك الشرفات القدام اللي كنا تنعرفوا مدينه الرباط اللي باقي تنشوفهم بعد الدور اللي تنشوفهم في الرباط، الدور القدام اللي كان في الرباط، ديك البنايات القدام اللي كانوا، هذوك البنايات للاسف ما بقاوش عندنا في المغرب. واخا كان السلطان الحسن الثاني الله يرحمه واحد المره قال يا ودي، قال واحد الخطاب قالوا على المهندسين المعماريين، قال لهم شدوا في البني ديال المغرب وشدوا في الاركيتكتور ماروكان، شدوا في ذاك القوس وداك الساريه وداك المنظر. لكن للاسف ما خداوش داك الشيء بعين الاعتبار، وبدينا تنشوفوا دابا البنايات كيفاش دايرين. بعض العمارات وليت تنشوفهم كلهم مشطرجين بحال ذوك العمارات اللي في عهد ستالين في روسيا، تنشوف عماره وتقابي ماشي ولا تنشوفوا دابا دار ونق لا جمال لا هذه لا ديك. بنيت الزربه، بنيت الكوكود مينوت، مشاو لنا بزاف ديال الحوايج، مشى القربود الخضر، ومشاو دوك السواري دوك الشراجم كيفاش كانوا دايرين، داك مشى ضاع داك الشيء، وداك لي بالكون كيفاش دايرين. وهاد الدار هذه كان عندها واحد البالكون بلدي كبير، وداك البالكون قدام ديال البالكون كاينه واحد الحديقه مصاوبه، جرده ماشي جرده اي واحد الطرف ديالو كافاز طويل، اي لو واحد لاقص في البالكون قدامه الورد من القنت للقنت داير. ولكن كيفاش كان داك من القنت للقنت كان مبني بحال لافاز، مبني مهزوز على واحد السواري، مبني كبير كان.
وكان كبير داك الورد تيخرج من البالكون، داك الشيء كما تنشوفوه قصص ديال روميو، نشوفوا داك الورد في الشرجم والورد كاين. الوقت اللي كانوا الناس المغاربه تعرفوا سميه الورد، هذا الغنباج، هذه العيشه، هذا حلاله. اليوم تشوف الشباب ديال اليوم ولادنا اليوم ما علمناهمش الثقافه، لو انهم نديهم البكالوريا ونحطوا لهم الورد ونعطيهم الشفاوي ونقول لهم سميو كل ورده سميتها، والله لا عرفها، ما تعرفوش تسميه، يقول لك النوار ولا الورد، واش تعرفوا؟ حيت ما قريناهمش هادشي، ما وريناهمش، ما كاينش في ديورنا، ما بقاش في ديورنا دوك الحدائق، ما بقاش، وما بقاوش حتى الدراري اللي غادي يسمعوا لينا باش نهضروا على هذا الورد ولا هذا النوار ولا هذا سميتو. نسينا راسنا مع ولادنا، نسينا راسنا ونسينا شي شويه ثقافتنا بقينا نتطرقوا ليها، لان هذه الثقافه الداخله ديال اوروبا اثرت علينا شويه، اثرت بزاف. حنا ولينا تنشوفوا دابا حتى الفرنسيه ولات عندنا زعما متحضر تيهضر فرنسيه، وديما تنقولها زعما امراه متحضره هي تهضر فرنساويه. تنشوف كما قلت لكم واحد النهار دخلت دوك الاسواق بلا ما نقول سميتهم، الاسواق الكبيره اللي كاينين دابا، وتتلقى بديك السوق الكبير تلقى تيهضروا بالفرنساويه، ما كاين حتى واحد فرنساوي في ذاك السوق. حنا عندنا واحد السوق كبير هنايا حدا واحد الحي شعبي 100%، عمر شي نصراني الله المجال تما وما عنده منين يدوز ليه، ولداخل البنت تهضر فرنساويه. Prenez l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est l'huile d'olive 2 litres. Il faut gagner avec des savons de تهضر وتعيطوا البنت بالفرنساويه، مسيو عبد الله كونتوار سي فو بلاي. كون جابوا غير داك اللي في السوق، داك اللي في السوق تيبيعوا، تيشوف السوق داك مول البوق، تيشوف السواق، كون فهم الناس حسن. اخو ديال المراه، الزيت البلديه يا المراه، اخو ديال التحميره يا المراه، الباكيه ديال البزاره المراه، كون قال لهم حسن نبقاو خا بالدارجه نبقاو في هضرتنا. على اي بعض المرات تعرفوا تنخرج شي خرجات، ولكن كلهم تنتمنى من الله يكونوا مفيدين. هذاك السيد كان تزوج ديك البنت وجابها لديك الدار، وكانت جميله، واحد العهد وعاهدها ما وفاش به، قال لها تكملي قرايتك. لما تزوجها ودار باكات ودخلها، خلاها تمشي تكمل قرايتها، ومن بعد حس بانه مزوج واحد المراه زوينه فاق من القلبه، واخا هو عرفها زوينه ولكن عرف الجمال ديالها من خلال صحابه تيقول له مرتك زوينه، الصلاه على النبي اللي خدامين معاه، الصلاه على النبي زوينه، الصلاه على النبي اللي عرفتي كي دايره كذا، هو يتشخوش وداخ وقال انا اللي خليت مرتي غتمشي تقرا، غادي شي واحد ديها ليا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. شويه وبقاش يسخرها، تمشي للمارشي وتمشي لذاك الشيء وهذا انها جميله. شويه ولا تيقول لها تطلي من الشرجم، لاش تطلي من الشرجم، وانا دير سيبان لي دخلنا مول الحال تهز عينه في البالكون، ويبدا يزحم ناحيتها. غنمشي لدارنا غنديك، تيمشي لدارهم، تيدي لدارهم تيقول لها ولد عمتك اش يدير تما، جي شوفنا. كيفاش جي يشوفكم واش يشوف امي؟ تيجلس هو تما، يقول لك تغادي شغلي ولا تجلس هنايا معاكم؟ تقول لي سير شغلك، كيفاش غنمشي شغلي؟ وهذاك ولد عمك ولا ولد خالك جالس معاكم هنايا، اش تيدير؟ ولا تيشك حتى في دارهم من الداخل. شويه بدات تاتي من عام صحاباتها، مال هذيك اش بغات، اش جات دير عندك؟ جات تشوفني، جات تشوفك، هذيك راه خفيفه، هذيك تتبان لي انا، تتبان لي ديك المشي عندها في الطريق وغادا تضو في راسها، ما بقى نشوف حتى واحد عندك هنا في الدار. ابقى تيزمتها تدرها في سجن، ودات معها 2 بنيات، ولكن داك الراجل اللي في راسو يمشي ويجي. كان شويه في شي بليات تيجلس مع صحابو، وفي البليات حيت بعض المرات دوك صاب البليات ديال الخمر وداك الشيء، بعض المرات تيبقى يهضروا على العائلات ديالهم، على عائلاتهم، تيكونوا صابين كل واحد يشكر مراته، وكل واحد تيدم في مرات واحد الاخر. عنده واحد المراه نقول لك والله ما مراه كانت عندي انا والله تنقتلها. عرفتي يا صاحبي غدا ما فتره كي تدير حشومه، كتيبقاو يهضروا. شي واحد اذا شافو تيخرج مع مراته بزاف وتيجلس معاها بزاف ودير القهوه جالس معاها مثلا، تيبقاو عليه تشبر الراجل، عرفتي، ولا تدي مع القهوه. والله العظيم بالله انا شفتو جالس معاه في القهوه
وكل ساعه مخرجاه، شنق عليه وغدا مخرجاه، وما عنده مراج هو اللي ما تيخرجش المراه، ولا هو اللي تيكون غادي في الطريق ولا تابعها من اللور ما غاديش بجنبها، اما لا شد فيها مصيبه هي غادا شاده في رجلك وشنقه عليه، والله الا غادا شنقه عليه اخي. وشاش ولات تلبس حشومه، تلبس السروال غدا مع راجل حشومه، انا عندي في الدار تلبس الله تنقتلها بالله، مرتو غادا دايره لك حشومه. هذا وقع عليه هذا الشيء هو يزمت ديك المراه، ازمتها مسكينه زمتن، الا بغيت نمشي عند داركم انا نديك. المراه صبرت وخا الدراري كبروا وصلوا 6 سنين دوك البنيات، والمراه تبدلات في وجهها وتبدلات في كل شيء، والراجل مرض في الشك الواحد تيقول هذه مرتي زوينه غيديوها ليا، تيقول انا مسافر ورجع، انا خارج ورجع حسب ما تيقول العائله ديالها، ما تمشيش لدارهم، بغات تمشي لدارهم شكون اللي كاين في داركم، قول لهم هما يجيو عندك هنا. المراه زمتت مسكينه زمتت، وهي تبدا تدافع على راسها، بدات تدافع راسها، تقول لي يا سيدي طلق مني بعد مني، طلق مني بعد مني، طلق مني بعد مني، اعطيني براتي اعطيني براتي، صافي سامحك في كل شيء، بغيت حريتي، بغات حريتها، ولا العنف ولا تيضربها ولا هذا وهذا. واحد النهار مشى للكوميساريه هو في الرباط، سمحوا لي قال لي بعض الاخوان مابقاش تحك يديك ولكن يدي تدوز بلا منشار، خصني نبقى هاد المره نهضر وندير هكا الله اعلم، نبقى ندير هكا خطاب الطياره، نبقى ندير هكا على اي غنحاول شد ستيلو في يدي احسن. مشى للكوميساريه واحد النهار ديك راه قال لهم مرتي هربات، جاو البوليس للدار عيط عليهم قال لهم يلا معايا للدار، ها انت سيدي ها الماريو محلول، وانت كيفاش هربت والدار واش تدخل ما تدخل تنسب الساروت انا سيدي، تندي ولاد ديال المدرسه انا، تنسب الساروت ديالي، عايشه بوحدها تنخاف عليها ملي تيمشيو الدراري للمدرسه تنخاف عليها، سديت دابا سيدي راه حلات انت تشوف ها الباب ها هو، شوفوا الباب كي دارت ليه، مهرست القفل ديال الباب البرانسيبال الباب الخارجي، حلات ومشات، شوفوا الماريو هي دات الحوايج كاملين، شي ذهب ديالها داتو ما خلات شي حاجه هنايا. البوليس قيدوا لي الشكايه ديالو، مغادره البيت الزوجيه، مراقبه الزوجيه، والبحث يتبع، وراهم دارهم، مشاو عند الدار دارهم، قال سيدي ما جاتنا شيء، قولوا لنا البنت فينا هي، قلت ما جات شيء. اليوم غدا المراه ما كاين شيء، السيد يطلع الكوميساريه ديما يسول على مراته ما كاين شيء، دار شكايه لوكيل الملك، وكيل الملك اشنو بغيتي؟ قال له سيدي بوس ما دار والو، واش مرتي خلى لي الدراري وزيد مع الطريقه سيدي، ودات الحوايج ودات كل شيء، خصو واش يقلب ويشوف عائلته يشوفوا، قال لي راه انا حسب المعلومات اللي عندي راه مشاو لعائلتها، وانت راك صحفي مرموق ومعروف، راه مشاو لعائلتها، كاينه خالتها سيدي، كاينه خالتها في فاس، وكاين واحد ولد خالتها في عمه. تكلفت قضيه بالسلطه القضائيه، قضيه دارت بوم في الرباط، مرت فلان هربات لي مراته، مشاو تيقلبوا العائلات، هذا شي واحد داها، شي واحد مشات معاه، صافي تيمشي عند عائلته تيقول له بنتكم خائنه، بنتكم هربات مع شي واحد، هاد المراه اللي غتهرب مع شي واحد وخلات ولادها وخلات كل شيء، والديها ما تيلقاو مساكن ما يقول سيدي راه طحنها، راه سد عليها، راه دير لها الحبس، راه هذا البنت راه هربات، بنت ما داتش وليداتها بجوج بنيات ما داتهمش، ومشات مع شي واحد، فين مشات؟ الله أعلم فين مشات. يوم على يوم وعام على عام، بدات 7 سنين 7 سنوات، وديك المراه ما بانتش، ولكن خلال ديك 7 سنوات بقاو مره تيجي واحد رسائل من فرنسا، تيجي وتدي من البوليس، ها انت سيدي شو صيفط ليا من فرنسا، ها انت رساله مكتوب فيها كاتبه بعد مني انا تهنيت منك، كنت عايشين في الجحيم وعايشاني في الويل وتتعذبني وتدير ليا وتدير وتجي الشارب وتدير بحال كذا زيتي لنا ولادي. مشات تيجيو 4 5 الرسائل تيتقطعوا عاوتاني،
تدوز 6 شهور 7 شهور تيطيحوا جوج رسائل: انا الحمد لله لقيت الراجل اللي بغيت وعايشه في حياتي، وتهلا في الدراري وتهلا في البنات، وبناتي لابد ما نشوفهم ولابد ما كذا. واحد مجموعه الرئيسين جاو من برا تيجيو، بقاو تيجيو العام الاول، بقاو تيجيو العام الثاني، بعد ما بقاوش تيجيو العام الثالث جاو شي وحدين ما بقاوش تيجيو ديك الرسائل، ما بقاوش تيجيو. السيده صافي قطعات مع العائله كامله، والرسائل تيجيو في راسها ان هي هربت لفرنسا. كيفاش هاد المراه مشات لفرنسا؟ كيفاش هاد البنت مشات لفرنسا؟ منين دازت فرنسا؟ حرقات، ما كانش الحرق ديك الساعه، ما كانش الحرق. مشات من المطار، مشات في باطو. البوليس دازوك البحث الاولي ديالهم، ما عرفوش فين مشات هاد السيده هادي، ما عارفين جات. عائلتها ما بغاتش تسكت في الرباط، ولاو تيتصلوا بالناس الكبار ديال الرباط، تيتصلوا بهم لان دازت 7 سنوات، والقضيه بقات متداوله في الرباط. يعاودوا لها الناس: 7 سنين مرتو مشات عليه، مشات فرنسا وتصيفط البراوات، وهو في الخدمه تيعاود لهم: انا عايش مع ولادي. جاب واحد السيده مكلفه بهم في الدار بولادو، انا عايش معاهم، هربت عليهم. الناس تيواسيو في الخدمه تيواسيو، ولكن داز 7 سنوات مرة ما بانت شيء. ودار الكلام وشاعت هاد القصه هادي، وما عرفت شكون وصلها. السلطان الله يرحمه ويغفر ليه، الحسن الثاني، وصلت هاد القصه هادي. قال لي واحد الصحافي راه كبير عندنا وكذا، ومرته مشات ليه قلبوه وكذا وهذا، ودابا راه في فرنسا وكذا وكذا. نصره الله في ذاك الوقت والله يرحمه دابا، عطى تعليمات، واتصل بالوكيل العام، عيط على الوكيل العام، عطاهم تعليمات، وعيط على مدير الامن، وقال لهم: هذا البحث، هذا البحث يتعاود من جديد ديال هذه السيده هذه، وشوفوا رسائل يجيو من فرنسا. ما يمكنش تخلي بنات عندهم 6 سنين هما عندهم دابا زاد 13 عام ولاو عندهم، ويعاودوا بحثوا شوفوا مع فرنسا، شوفوا مع فرنسا. عندنا علاقات مزيانه، علاقات امنيه مزيانه معها. شو مع فرنسا ملي تيجيو هاد لي ليطر، تيجيو هاد البراوات، تيجيو هاد الشيء، خذوا من عنده البراوات، وجهوهم بحث جديد. ولكن فتح لهم باب من الابواب اللي ما كانش تيقدوا يتخطاوهم، هي البراوات تيجيو من فرنسا كي غنديروا لهم وهذا وهذا. في ذاك الوقت هنا نط واحد الفرقه تكلفات من الاداره العامه الوطني، وتكلفات بالبحث من جديد. بداو البحث كي بحال اللي نهار، بداو من جديد بالمحاضر اللي كانوا. البنيات تيقولوا: حنا اخر مره شفنا امي وبا شفناهم كانوا في السطح تيتخاصموا، حنا كنا لتحت. تيقولوها راه ولا عندهم 13 عام ولا يعرفوا يهضروا، ماشي بحال النهار الاول فاش كانوا 6 سنين غا تيبكيو. وهبط با واحد الوقت وبجروح من هنا، وقال لك: شوف امكم اش دارت ليا، شوف امكم اش دارت ليا، ها يلا خرجوا، يلا معايا، يلا معايا. وخرجنا با، خرجنا من الدار، مشينا خلينا ماما في الدار. من بعد دانا عند امي لاله، عند جدهم، وبتنا تما. والصباح من جابنا تما قالنا: نشوف امكم دات حوايجها. اذا المراه كانت بقات في الدار، من كان النقاش هي والراجل، الدار ما فيها لا جردار ولا الفوق لتحت، هما كانوا لتحت، هي بقات الفوق، وداهم عند مو لهم. والصباح جا مولف يديهم بعض المرات عند مو هو ما لاله، البرا بقات تما، وهو لقى الحوايج مشتين، الماريو هابطين منه الحوايج وداك الشيء كلشي مشتت. وعلم البوليس، بقات القضيه هي هذيك. البوليس زادوا تعمقوا في البحث، خداو من عنده رسائل كامله وتعمقوا في البحث، لقاو بان السيده ما عمرها خرجت لفرنسا. اكدوا البحث اللي داروا المره الاولى، لقاو ما خرجت فرنسا، ولكن ما اكتفاش بهذا الشيء، ما خرجت فرنسا والبنات طيرتوا فرنسا. اذن هي حرقات. كيفاش حرقات؟ البوليس اضطروا باش يوقع انتقال ديك المدينه البوسطه اللي تيجيو منها هذوك الرسائل، ولقاو واحد السر كبير. لقاو الاوقات اللي كانت تطيح ديك الرسائل وتجي من فرنسا، قبل ما تجي رسائل ما تيجي مثلا واحد 4 ولا 5 رسائل متتابعه تيجيو للدار. المعني بالامر تيكون في كونجي او اجازه وتيخرج فرنسا، كان عنده الحق يخرج، كان عنده الباسبور ديالو تيدوز عادي، كان تيمشي لفرنسا. لاحظوا بان الفتره اللي تيكون فيها هو في فرنسا
تيبقاو يطيحوا الرسائل تيبقاو يجيو، او الفتره تكون فيها فرنسا غير تيدخل المغرب تيجيو البراوات، كانه تيرميهم من المطار، تيبغي يركب في المطار من تما تيرميهم وتيسبقهم تيديهم للبوليس. لقاو بانه 3 المرات ديال السفر فيها 3 المرات ديال عده رسائل تيهبطوا. هنا بقاو معاه فوق سافرتي فوق جيتي نشوفوا ذاك الخط شكون تيكتب لك، شكون هادي. وهنا بدات ديك التقنيات ديال الخط، اللي ما كانش معروفه في ذاك الوقت، ولكن كان بعض الخبراء ديال اللي جاوا بفرنسا ما كانش عندنا حنا الخط، باقي ما تندرسوش هيك بحال اليوم الحمد لله، واكدوا بان الخط ديالو هو الخط ديالو. هنا قالوا لي هاد الرسائل هاد مجموعه الرسائل كنتي تتصيفطهم من الهيل ما تتخرج، تتصافر انك كصحفي وان امك عندها جنسيه فرنسيه وتتخرج انت ومومون تتصافر تجلس تما سيمانه ولا 3 ايام ولا 4 ايام، بغيت تدخل تيطيحوا الرسائل تيصيفطهم وتيسبقهم. السيد زير قالوا لي بون ديك المراه فين هي؟ الا كنتي انت قتلتيها هنا في الدار او درت شي حاجه فين هي؟ هنا ولا تيطلب الامر اعاده البحث في وسط الدار، يشوفوا الجليج تحت واش دافنها في الجليج، واش حاطه هنا، حتى كان واحد الشرطي المرموقين اللي معروفين، وكان داهيه وكان مفتش في ذاك الوقت، واللي قال لهم وهذا الباص الطويل هذا راه قد يدفن فيها بنادم، هذا الباص الطويل البلاصه اللي في البالكون اللي تيجلس قدامها تيقولوا الناس من نهار مشات مرتو هو ولا تيعمر في ذاك البالكون، ديما تيشوفوا الناس تيكمي او تيشرب في الليل في ذاك البالكون، ديما جالس في البالكون، وقبل ما تمشي مرتو ما كانش تيجلس في ذاك البالكون. هذاك المحبق الكبير، هو محبق كبير مبني وفيه النوار على كامل ديالو في النوار، كان هو ديما تيسقيه وكبر ذاك النوار ديالو. ناضوا قالوا نحيدوا هذا الرمل كلها اللي في هذا المحبق وحفروه، ومحبق على العلو ديال البالكون، صافي يدير عنده 1 المتر ديال العلو، وخرج منه اللوايه وخرج داكشي كما كانوا بكري، شاد من راس للراس، حفروه لقاو الجثه ديال المراه تما، اي انه قتلها في ذاك النهار فاش كان تيدابز معاه وهبطوا الدراري وداهم عند امهم عند جدهم، وخلى الدراري ورجعوا هو للدار. واش دار؟ حفر ذاك الرمل كامل، ذاك الرمل اللي كاين في ديك المزهريه، لان ماشي مزهريه حيط على حيط باراليل، حفر هذيك كامله ودخل المراه تما وكمدها مزيان، وديالها لقاو بانه ديال لها البلاستيك وديال لها الميكاتا وجاو عمرها مزيان، ودخلها لتحت وردم عليها ودار عليها الكياس وقاد مسائل وحط ورد الربيع كما كان وبقى تيسقيها. للاسف ما عطات ريحه ما والو، لان هذاك في متر كان كافي باش المراه تبقى مدفونه لتحت، وكان شغلو الشاغل هو خاوه مشى ديك عند البوليس، هو يزيد الرمل تما ويدك في الرمل ويدير اللوايه ويدير هذا ويكب الماء ويسقي داك الشيء ويسقي داك الربيع، باش انه شكون اللي غيدخل للدار. البوليس جا النهار الاول شافوا غير الحوايج، هادشي اللي شافوا الحوايج تسرقوا، المراه الفوق باقا ما عطات حتى شي حاجه، هي راه مدفونه. من بعد دا الدري عند امو ولا خلى الدري عند امو وبقى ليه الوقت باش يبقى هو بوحدو في الدار، ويدك ديك الدنيا ويصوب داك الشيء ويدير عليها السيمه عادي، يحط فوقها الربيع ويحط فوقها النوار، حيت هو كبير وعنده 1 متر كان كافي باش هو يكون قبرها، وكان هو حدا قبرها تيجلس وتيكمي وتيشرب تما كما تيقول ديما في البالكون، كان تيهضر معاها وربما كان تيهضر معاها. انا هو جالس تيكمي تما اش تيدير؟ تيقول هادشي اللي بغيتي، اش كنت تقلبي كذا 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 كذا، يمكن كما واحد النهار واحد خينا قتل واحد ودخينا داو يدفنوه، وكان صاحبه وقتلوه داو يدفنوه. واحد النهار العساس ديال الروضه قال لهم واحد خينا تيجي داك القبر ديال داك الميت وتيبقى يشرب تما، ولما شدوا البوسو دا وقال نمشي تما، قال لهم لا عطا الله عطا انا اللي قتلته، وكنت نجي تنشرب وتنبقى حداه وتنهضر معاه تنذكر معاه تنقول اش بغيتي هاد الشيء خرجتي عليا ولا راسك وكذا وكذا،
ربما تهادى من دفنها تما، ما عرفاش كيفاش يخرجها واحد النهار، ولكن خلاها تما محافظ على الرمل، ديما يزيد الرمل، محافظ على الغازون، محافظ على كذا، محافظ على اللوايه، محافظ على المراه تحت، لان واحد العلو كبير. انا اللي شفت جا واحد السيد قال لي هنا كانت الدار وراه تهدمات، وهنا كان كذا، كيفاش كان هذا، وسولت مزيان هل يمكن للمزهريه تشد مراه؟ قال لي لا سي خراز، راه كان البالكون بلدي، وكان البالكون طالب واحد الحيط من راس للراس، تما دايرين، راه كانت تتبان لنا، قال لنا لوايه كبيره هابطه، شجره اللوايه هابطه من الفوق، وذاك الورد هابط من الفوق، ماشي الورد داك اللي مشوك، الشجيرات كانوا تما، لانه العمق كان تينوض داك الشجر وداك الشيء هو دارها لتحت وردمها. وبانت الحقيقه، بانت الحقيقه اللي بين هذاك البوليسي، داك الشرطي اللي قال لهم هذا راه يدفنوا فيه بنادم اجي نحفروه. والبنت كما كانت جميله، ولكن كانت وسيمه، كانت رقيقه، ما كانتش بنت مثلا شي فاخره ولا كذا غليظه، كانت رقيقه ديك البنت، وكانت جميله حسب ما تعرفوا الناس اللي شافوها في ذاك الوقت. كانت بنت حسناء، وقتلها تما ودفنها بفضل ذاك البوليسي اللي قال نحفروا هذا الشيء، هذا الربيع كله نحيدوه من هذه المزاريه، نشوفوا شنو كاين، اما دفنها هنا او مقطع اطراف ومخبيها هنا ولا شي حاجه، لانه ما خرجتش من الدار، ما خرجاتش ذاك الوقت، وما عندوش كيخرج، ما طاش فكره. قلبوا الجليج ديال الدار التحتاني اللي منو الارض، ما كاينش شي حاجه اللي شي جليج مبدل ولا كاجا، والجليج قديم. نفض النباهه ديال المرحوم الله يرحمه الحسن الثاني، كما عادوا لي الناس قال لك هو اللي عطى تعليمات، انا الله اعلم، ولكن اللي قد في ذاك الوقت باش يحرك واحد القضيه ويدخل فيها فرنسا ويدخل فيها الخبراء ويدخلوا، هو اللي قد يحركها في ذاك الوقت. كنا ما عندناش هذه القوه اللي عندنا دابا ديال مسرح الجريمه، وما عندناش هذه القوه اللي عندنا دابا ديال العلاقه بيننا وبين الانتربول، البوليس الدولي اللي عندنا دابا، واللي نقدوا الحمد لله نديروا بحث في اوروبا كامله، ونخرجوا نقلبوا على واحد في اوروبا كامله، نجيبوا واحد المجرم في اي دوله، الحمد لله في الدول اللي مشاركه نجيبوا مجرم حتى لعندنا هنايا. ولا ما كنتوش عارفين هذا الشيء نقولها لكم، الحمد لله وصلنا باش نسلموا مجرمين، نجيبوا مجرمين من تما ونجيبهم هنا، اللي تيقول راسهم راهم فضاو، راه ناس داروا جرائم في اسبانيا وارهاب داروا في الخارج، استطعنا نجيبوهم بقوه القانون باتفاقيات دوليه، ونجيبوهم تنحاكموهم هنا. ما كانش هذا الشيء هذا، ولكن كان سيدنا المرحوم نصره الله نعطى التعليمات ديالو، كان اتفاق عند فرنسا، عطاتهم كل شيء المعلومات وعاونتهم، وتيقولوا بانهم مشاو ناس مهنه شرطيين مشاو تما تيقلبوا على ديك المنبع ديال دوك منين جاو دوك البراوات، ومنين خرجوا دوك البراوات تلقاوها البراوات خرجوا من الفيلاج اللي ساكنه فيه مو، واللي فيه عائله مو، من تما خرجوا، وتاكد لهم بانه هو المجرم الحقيقي، وتقدم مشى للعداله وتحكم بالحبس، تحكم بالمؤبد. داز واحد الفتره وخرج من الحبس، دوز واحد فتره كبيره ويخرج من الحبس، ما بقاش مؤبد كامل. كنت تيكون عافو، تيكون كذا تيكون كذا تيكون كذا، شحال دوز الله اعلم، ولكن كما قال الاخوان قال لك من بعد دوز واحد الفتره وخرج، دوز شي 20 عام وداك الشيء وخرج في حالته خرج. يعلم الله فين هو، يعلم الله فين هما ديك البنيات. وهاد القصه بقات متداوله ما بين الناس القدام ديال الرباط اللي جلست معاهم. نتمنى من الله هذه الحلقه تفيد، لان هضرنا على الغيره وعلى الحسد. ها هي ديك السيده مشات في الغيره وفي الشك مشات، شحال من وحده تقتلت غير في الشك، في الشك الرجل تيشك فيها وقتلها، هذه كنسمعوها ديما. شحال من مره نط مع راجلها صباط وراه ما يدير حتى حاجه، شحال من راجل تيمشط وتيقعد حالته وتيتصاوب وتتبقى تشوف فيه، وراك تتصاوبه في غادي معروض ولا شتك معروض شك فيه، ما بغاتوش يخرج مقاد ويخرج مصاوب، شتك وليتي كل مره دير الكرافات وتعطي الراس. وهذا الشيء تيخرب العائلات ويخرج على العائلات، وتيشوف ضحايا، تيمشيو الدراري وتيمشيو ناس ضحايا. نتمنى من الله هذه الحلقه تعجبكم وترككم، والى حلقه قادمه ان شاء الله.